كابتن عبد الرحمن، شرفتني والله في بودكاست رياضي مرن. عامل ايه يا حبيبي؟ كابتن أدومة، أخي من لا مش 5 سنين. البوست بتاع النهاردة كان إن هي صدفة النهاردة دي، 13. إحنا في صورة بينا 5 سنين، بس إحنا من كام سنة؟ من 2019. 19. 19 امم صح؟ 6 سنين 2019. كده. 7 سنين. 6 سنين. امم ست 2019 سنين ايه، 6 قبل الكوفيد على يس طول. يس. القصة دي قصة اليوم آخر قصة يعني. قصة والحقيقة، يعني عارف انت الواحد طبعا، انت عارف بياخد فترة طويلة عبارة ما بياخد على الناس، فانا وانت ما كناش قريبين من بعض، او ما كناش صحاب، ما كناش بنقعد مع بعض كتير. ما انا تحاولش يعني، فاكر أول 3 شهور بس ولا أول 3 شهور أنا ما خلاص اه بقى جت عندنا. لا 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 لا، انا فاكر شوية حاجات بس تمام يعني. بس تمام، لا 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 صح، لا. بس مشوار هايبر بتاع كل يوم بالليل يشهد. مشوار هايبر يعني، إحنا قعدنا شوية الأول. والشاورما، بطاطس، ايوه الراجل اللي ايوه. عنده بطاطس، الراجل والبطاطس. عنده. وساعتها قلت لك الراجل ده بيخسر، بس البطاطس بتاعته حلوه قوي، لازم نقول له. بس لسه فاتح لحد النهارده بالمناسبه، لا فواضح ان هو بجد، كنت بيرسم. والله ان لما تيجي مصر نروح ناكل من عنده بطاطس. شاء الله، ان شاء الله. ازيك يا شيخ خدوم؟ انت عامل ايه يا حبيبي؟ شاي بقى وبتاع، انا معايا ميه. عامل ايه بالهنا والشفا. بالهنا والشفا يا حبيبي؟ باشا. والله الحمد لله. من بنحارب في مصر الجهل والجهلاء. الجهل مش الجهلاء والله. يعني بنحارب الجهل والناس اللي بتدعو الى الجهل. والله انا عايز اقول لك الحقيقه، الموضوع ده في الوطن العربي مش في مصر بس يعني. انا مش شايف ان ده في مصر بس، يعني الوطن العربي. آه... الاعداد البدني، يعني انت عارف لو جيت بصيت هتلاقي فعلا التأهيل، الناس بتتكلم فيه وبيتطور وكل حاجه، بس الاعداد البدني لسه في طفره كبيره قوي وجاب كبيره قوي، ومحدش بيتكلم فيها غير بجد الناس، يعني اللي ممكن نقول ان هي بتتكلم فيها، نعد يعني ممكن نعد على الصوابع لو جينا قلنا الشخص ده صحيح بيتكلم في الاعداد البدني فعلا. صحيح. دلوقتي انا عايز يا فندم اعرف، انا عارف طبعا كابتن عبد الرحمن كل حاجه عنه، بس انا عايزك يعني تقدم لنا نفسك كده باختصار وبايجاز. انا عارف طبعا الحلقه ممكن كلها اصلا تقدم نفسك فيها، فيعني احاول قول لي احاول كده. امسك التواضع، احاول اه امسك لا امسك. لا، بعد اذنك يعني. انا عبد الرحمن رفاعي، خريج تربيه رياضيه، 28 سنة. مش عارف الحاجات دي بلاش فيها لسه يعني، مش عارف أنا قلتها ليه. ومعد بدني وأخصائي حركي ومؤسس موفمنت ساينس أكاديمي. حلوين. عامة طيبة كده. عامة أنا فاكر أيام ما كنا بنشتغل مع بعض من 5 سنين. مم. يعني هندخل دلوقتي في الكلام، بس أنا أقصد من الحاجات اللي أنا بفتكرها إن إحنا كنا دايما نخش نتمرن. مثلا كانت دايما التمرينة بتاعتنا في أول ساعة في الشيفت، يا إما في آخر ساعة. فأنت كنت الوحيد اللي بتعمل حاجة واحدة بس. إحنا كلنا كنا بنخش نعتل في الويتس وسترينث وديد ليفت أنا فاكر ده، وأنت كنت بتعمل حاجة واحدة. يا نهار أبيض افتكرت. أنت كنت أيوة. بتعمل حاجة واحدة بس، أنت كنت بتعمل بلايمتريكس وبتعمل سبرنت، وانت اكشلي تقعد تقول ايه، هنعمل سبرنت عشان افوق السي ان اس، مع انك لو مسكت ميدسن بول ورميتها في الحيطه السي ان اس هيفوق عادي. صح. بعد كده يعني على احنا القد بقينا بقى، كده بس. على القد بقى. بس أيوه. انت الوحيد اللي انا عايز اقول لك اللي كنت بتعمل الحاجه دي، واحنا كنا بنقول هو انت ليه بتعمل كده يا ابني، روح شيل شويه ويتس. أنا محتاج أشيل شوية فك... ويتس بالمناسبة، أنت صح. انا عارف بس انا عارف انا عارف انا أيوه. عارف بس انت كنت يعني انا دلوقتي ما بشيلش ويتس، خلي بالك خالص، انا بشيل مم. مره واحده ويتس في الاسبوع، مرتين ماكسيمم، بشكل معين مش دايما يعني. خلاص بقى خرجت من حته البادي بيلدينج دي، اللي هو كفايه عتاله. فاكر لما جيت قلت لي كده زمان؟ فاللي هو انا رايح فين بعد كده يعني؟ تخيل ادهم حد أيوه يقنعه أيوه. ويقول له انت هتيجي تمرينه تعمل بلايمتريكس. بص يعني الناس يعني مش ممكن مش عارفة. تمرينه. لا لا، اللهم بارك ادهم. بيشيل يعني ادهم، اللهم بارك على التاني 200 يعني كان 220 بيشيل. 220 كيلو ديد ليفت. ايوه يعني كان بيشيل ولما دخلت انت في حته الليفتنج كمان، او حته الفانكشنال تريننج سيكا يعني. آه لا برضه اللهم بارك جامد. يعني مش بس في الحديد العادي اللي هي ال4 في 10، لا يعني كمان الحاجات التانية اللي ليها علاقه بالسترينث اوفر. لا ما شاء الله ايوه. كده. بالمناسبه انا دلوقتي بقلل البلامتريز جدا ومركز في يعني ما بتمرنش قوي يعني، بس هو لما بتمرن حديد يعني. طب من امتى بتتمرن قوي يعني؟
احرجني على الهوا، احرجني، اديني بس لا يعني لا معاك لا حق لا صراحة. لا لا عبد الرحمن صراحة، يعني لا صراحة أنا من مبسوط جدا إن أنا اشتغلت معاه زمان، وإحنا صراحة يعني من، وانا عارف والله أنت، العظيم. بنبعد ونرجع، لازم ننكش بعض، فاهم؟ لازم يعني حصل. برضه أنا عارف الدنيا حصل. سحلتنا جامد، ويعني الحمد لله دايما وأبدا. فرق قارات يا باشا، انت في قارة مختلفة. حصل. حصل. اه والله. طيب انا النهارده هنتكلم، طبعا انت عارف، عايزين ندخل شويه في حته البرفورمانس. انت بقالك فتره انا شايفك على السوشيال ميديا بتتكلم اكتر عن الريهاب، وشفت لك كذا فيديو كنت بتتكلم عن الكومبنسيشن باترن. وطبعا الكومبنسيشن باترن ممكن تدخل كمان في حته بتاعت الاعداد البدني برضو. بس انا عايز مليون في بقى، المية. عايز ارجع لك شويه، عشان انا عارف انت ايه. يعني انت اصلا بدأت الحاجه دي، عشان انا عارفك من زمان انت بادئ الحاجه دي مش ريهاب، انت بادئ صح. الحاجه دي اعداد بدني. فاكر فيديوهات صحيح. طرزان؟ يا نهار ما ازرق، فاكر انا طبعا، كنت المخرج. للاسف فاكر. للاسف فاكر، والفيديو ده موجود، ممكن نبقى ننزله للناس بقى بعد الحلقة، او ما ننزله او ماشي نمسحه من اليوتيوب يعني. بس يعني. ماشي. لا لا، كان في شوية فانا حاجات، دي بداياتنا بقى، بداياتنا دي البدايات الشقية. دي كانت بدايات حلوه والله، دايما البدايات جميله. يعني عارف اللي هو، يعني انا وانت دايما بحس، انا فاكر في جمله قلت لي زمان انت بالظبط. بتحب، عارف اللي هو ايه، انا ادم عايز ادور اوصل للبرفكشنزم. بعدين هتلاقي ان احنا يعني حاولنا ان احنا نختار احسن تمرين، نحاول ان احنا نعمل كل حاجه صح. بعدين هتلاقي نفسك اتقان واجتهاد في الاخر، هو مش بروفكشنزم، مش هتوصل له، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. ونعم فتحس بالله. اللي هو كل ده اللي احنا بنعمله هو اتقان واجتهاد، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا ما نغلطش كتير على قد ما نقدر. صح. طيب يعني خدنا دلوقتي الليرنينج كيرف بتاعنا قول يعني. لي. الحمد لله we خدنا. still we still learning actually. الحمد لله. الحمد لله. آه... اوكي دلوقتي عايزين ندخل كده. قول لي كده، انت شايف ايه من ان انت طبعا دلوقتي الفاوندر آه... للاكاديمي بتاعتك موفمنت ساينس، وانت شايف من الورك شوبس اللي انت بتديها للكوتشز او الناس اللي عايزه تعرف حاجات عن الاعداد البدني، ريهاب، انت شايف الاعداد البدني رايح على فين في مصر؟ وكمان بما ان انت الفتره اللي فاتت دي طبعا انا عارف انت رحت الاردن، عملت ورك شوب ممتازه ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحفظك. عاي... عاي... عايز اعرف انت شايف الاعداد البدني رايح على فين، او هو فين دلوقتي اصلا؟ ماشي. بص، هي في يعني ناس ما بتحبش تسمع اللي انا هقوله ده قوي. في ناس طبعا بتحب اللي انا هقوله، في ناس ما بتحبوش، بس انا شخصيه ايجابيه في بعض الحاجات. يعني في حاجات كده انا شايف ان هو، لا، هو الدنيا يعني. احنا في ناس لما تقعد تسمع كده، تفتح السوشيال ميديا وتقعد تفتح، لما كنا بنتكلم من شويه احنا الاثنين قافلين السوشيال ميديا يعني. لما تقعد تشوف الاخبار بقى والسوشيال ميديا، تحس ان العالم هينتهي النهارده بعد العشاء، مش بكره. يعني اللي النهارده بعد اوكرانيا وروسيا وامريكا كله يضرب بالنووي خلاص كده. بس في واقع الامر في حاجات كويسه جدا رايحه لاتجاهات احسن جدا منها. السترينث اند كونديشننج، الاعداد البدني والتاهيل، ومجال الفتنس بشكل عام، انا شايف ان هو رايح في حته كويسه. خاصة في الوطن العربي الحمد لله، شايف إن الدنيا ابتدت تنضف بحكم احتكاكي مش بس باللعيبة والمدربين، كمان في الأندية وفي الأكاديميات وفي الأماكن اللي هي المؤسسات الرياضية يعني. لا، الموضوع رايح أحسن. وحاجة يمكن أنا مش بحب أتكلم فيها شوية، بس يعني مش بتكلم فيها كتير، بس حتى مؤسسيا حكوميا الدولة ابتدت تروح في اتجاه أحسن شوية، وإن هم ما ابتدوش يعني الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرارات ابتدت ما تاخدش قرارات، ابتدوا يدوا يعني صناع القرار لمؤسسات خاصة. المؤسسات الخاصة دي هي اللي بتبتدي تسوق وتاخد القرارات، والحكومة تضخ فلوس. فالدنيا تبقى يعني، أنا شايف الدنيا كلها الحمد لله رايحة في اتجاه كويس. ومفيش هري كتير، هو بس المشكلة إن مفيش كلام، مفيش حد بيقول حاجة. فاحنا قاعدين كده ايه، بننقط بالقطاره المعلومات. بس اغلب المعلومات اللي بتتقطر كويسه. يعني ده اللي انا اقدر اقوله. فمحتاجين غزاره اكبر في الانتاج. يعني انا اي حد عنده معلومه هو متاكد ان هي معلومه كويسه، رجاء شاركها، يعني رجاء مم. انشر العلم. صدقني الدنيا عندنا خربانه جدا، والجهل يعني. اللعيبه مش عارفه حاجه، ازن مش عارفه حاجه، يعني الناس ومدربين مش عارفين حاجه. فاحنا محتاجين نبدأ من الصفر. يعني محتاجين نتكلم، عارف اللي هو كنا بنتكلم الشوفان بيتخن ولا بيخسس.
هي نفس الكلام بقى بس في الاحمال، الحديد بيتقل ولا بيخفف؟ هي دي ده اللي احنا محتاجين نعمله يعني الفتره دي. حتى لو هنبدأ من الصفر بس على نظافة، اعتقد ان الموضوع صح. هيبقى جميل جدا، بحيث ان احنا عارف انت اللي هو يعني مش محتاجين ان احنا حتى لو ببطء على فكرة، يعني حتى لو فعلا بالقطارة كده، اعتقد ان الموضوع هيبقى احسن بكتير من ان احنا نقول كل حاجة يعني ننجز الموضوع بشكل سريع قوي من غير عارف، من غير يعني تلاقي مثلا الدنيا باظت مننا في الاخر. يعني انا صراحة من الحاجات اللي كانت بتنرفزني مثلا الحاجات اللي هي بتاعت فتنس سباحة، فاهم؟ انت فتنس باسكت، فاهم؟ وعايز اقول لك امم. الموضوع سخيف قوي يعني. موضوع اللي هو انت يعني لا، انا هدف يعني انت اللي انا اعرفه ان احنا هدفنا كمعدين بدنيين ان احنا نخلي الرياضي ده يبقى اسرع، يبقى كويس في رياضته ويبقى كويس كرياضي، يرمي ابعد لو رياضته صح. بتعتمد على ده مثلا. آه، مش لازم على فكره هدفه يبقى قوي برضو. انا بالنسبه لي انا كنت زمان برضو عارف، كنت ببص في حته القوه دي اللي هو انا لازم اخلي صح. رياضي قوي. كلنا وسهل قوي انك تبقى قوي، يعني لو اي حد عمل مثلا حاجه جيم واندلر 531، او عمل مثلا 555، دخل عمل ديد ليفت وسكوات وبنش بريس 3 مرات في الاسبوع، هيبقى قوي. صح. بس مش هيبقى احسن في لكن رياضته في الرياضه. بالظبط، يعني انا بحس ان احنا محتاجين نطور المهاره. عارف ساعات ببص مثلا على حد بيعمل دانك زمان، تلاقيه انت امم. انت انت يعني بيعمل دانك. في ولد معروف قوي على السوشيال ميديا اسمه جوردن كاليجنان تقريبا، ده بدأ يشيل ويتس وهو عنده 18 سنه او 19 سنه، يعني في البيك بتاعه بدأ وهو عنده 20. عارف من صغره كل يوم كان بينط بيعمل جامبس على لورن. فانا شايف ان السكيل دي لازم تحسنها وانت صغير، عشان انت مع الوقت لما تيجي تكبر هتحس ان التنسيق والسنسيشن والريذم ده هياخد منك وقت كبير. يعني بحس ان هو هو اهم بكتير من الحديث في الشوط. جدا جدا بجد يعني انا لسه كنت بقول لك اللي هو فكره اللي هو انت فعلا زمان الحاجات اللي انت كنت بتعملها، انت كنت بتعمل بارامتريكس سبرنتس وشويه موفمنت، وبعد اقول هو ليه بيعمل كده بس؟ يعني عشان تحس ان مكسر انت اشيل انت كنت حديد بس ايش ده. انت فعلا ما كنتش بتشيل ويتس، يعني كنت بتشيل ايوه. ويتس اكشلي. يعني فاكر انت كنت ايوه. يعني بتحرك ويتس حلوه، وده آه. بيثبت لنا ان انت تحرك ويتس ده سهل. امم. ف يس. فطيب انا دلوقتي انا مش عايز انافيجيت او اطلع من الموضوع، عشان انا وانت لو خرجنا من الموضوع مفيش حد ايوه. مفيش حد لا، هيلحق. ال اي دي هيتنرفزوا اتش صراحه. دي، اي دي اتش دي برو ماكس. خلي بالك طبعا الاي دي اتش دي عندنا مرعب. طيب اول حاجه انا عايز ابدا معاك الاجيلتي بشكل عام عندنا ازاي احنا شايفينه ككوتشز. آه من اول السبيد لادر اللي احنا متخيلين ان هو اجيلتي، فانا امتى اعرف منين ان انا فعلا هنا بطور عنصر الاجيلتي للرياضي؟ حاضر. انا بس قبل ما اجاوب على دي انا عايز اقول حاجه احنا قلناها عشان ممكن ناس بيبقى دايما في دماغ الناس، يعني عشان ما حدش يفهم حاجه غلط. احنا لما قلنا، لما اتريقنا على كلمه فتنس سباحه، احنا مش بنتريق على كونسبت فتنس سباحه، احنا بنتريق على تطبيقه. اغلب الناس دارسه سباحه ومش دارسه فتنس، او هو واخد يعني قشور القشور في الفتنس بس هو ان شاء الله يعني فاهم في السباحه. فهو في المجال عندنا اللي دارج اللي هو بتاع فتنس رياضه معينه، هو فاهم الرياضه بس هو مش فاهم الفتنس. اللي احنا شايفينه الصح ان انت تبقى فاهم فتنس كويس جدا وبعد كده تروح تفهم الرياضه، يعني مش العكس. يعني رياضتك مش بهذا القدر من الاهميه عشان تروح تدرس لها كل ده. انت لو فاهم فتنس كويس جدا هتفهم رياضتك اكتر، مش العكس. بس يعني توضيحا للامور عشان الناس ما تبقاش فاكر ان احنا بنهاجم، احنا بس بنشرح. احنا ما عندناش مشكله ان حد يبقى متخصص فتنس سباحه، تحفه ابقى، بس تبقى دارس فتنس وسباحه. لكن تبقى دارس سباحه و4 في 10 كده فتنس وفاهم ان احنا هنركب الاثنين دول على بعض بالطريقه دي، لا. هي يعني خلينا نقول ان هي مينيمم 50 50 مش 90 10. وحاجه ده تانية مؤاخذه. حاجه تانية عشان الدنيا ما تبصش مننا، اللي هو ما فيش معد بدني. هو ممكن تتخصص ان انت تبقى متخصص في رياضه معينه زي الباسكت او السباحه، بس ده مش معناه ان هو ما بيعرفش يلعب يمرن باقي الرياضات في الاعداد البدني بتاعها. صح كده؟ صحيح. ده صح ده صح اللي صح. للاسف يعني التخصص جميل عادي، بس يعني برضو انا عادي ممكن، اصل انا برضو مش سبورت كوتش، يعني انا مش مدرب صحيح. اللعبه نفسها، ما انا فهمش في مش التنس، ما مدرب فهمش في باسكت. السباحه على قد يعني. فاهم. بالظبط. مش زي تيد مم. لاسو كده، فاهم؟ اروح امرن صح 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 سوكر، صح صح. اروح امرن امريكان احسن. فوتبول في امريكا، وبعد كده اروح امرن سوكر في انجلترا، يعني مرة كوره. مستحيل. صحيح. ايوه. لا لا.
رجوعا فانا لمرجوعنا يعني. اه لما كمل يا باشا خلاص الاجيلتي عشان اي دي اتش دي مش بس. لا 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 عادي يا حبيبي عادي. انا بس I'm just curious قوي. مم. آه وانا شايف الكيوريوسيتي من الحاجات المهمه قوي اللي لازم تبقى موجوده عند الكوتشز، ولازم يسالوا كتير قوي، ولازم يملى الجاب حتى لو هي فاضيه. فانا عايز أيوة. اسالك اجان، عايزك تقول لي ايه المسكونسبشن او المشاكل اللي دايما بتحس ان انت بتسمعها او بتشوفها على الانستجرام او الكوتشز بيسالوك عليها من حيث الاجيلتي. هي يعني انت دلوقتي، انا لما كنت لعيب او انا مثلا هخش في مجال الاحمال، انا شخص بحب اليوتيوب جدا 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 من زمان، فانا بخش اي حاجه انا عايزها بدور على اليوتيوب. ما لقيتش بدور على ريدت، ما لقيتش اعرف ان انا كده في الزباله خلاص كده انا بواجه المشكله انا الواحد اللي بواجهها يعني. فاليوتيوب كنت بتخش تسال ايه الكلمه المفتاحيه اللي بتدور عليها، تكتب فوت وورك، فدي بدايه القصيده. فاحنا بندور على حاجه اسمها فوت وورك. فوت وورك دي هي مش مصطلح، يعني احنا بنسميه في الاحمال من عناصر اللياقه البدنيه، تسمى كويكنس. كويكنس دي اللي هي سرعه تحرك رجليك. في منها جزء عصبي، ان انت تعرف تبقى عندك توافق عضلي عصبي، لو تعرف تحرك جسمك باوضاع مختلفه باشكال مختلفه مع بعض. في جزء من ان انت تبقى فعلا سريع على الارض، ده ليه علاقه باوتارك وعضلاتك بقى والكلام ده. فاحنا مش عارفين ان الاجيليتي دي حاجه، احنا مش عارفين اصلا ايه هي الاجيليتي. الاجيليتي دي هي قدره جسمك على تغيير اتجاهه في سيتويشن يتطلب منك انك تفكر. يعني مهاجم ومدافع في الكوره، عشان المهاجم يعدي، مدافع لازم يقرا المهاجم بيعمل ايه فيتحرك بناء عليه، ده اسمه اجيليتي. انت عشان تبقى حلو في الاجيليتي دي في 49 الف حاجه مهمه، منهم الفوت ورك. منهم الفوت ورك. الناس مثلا، يعني ده حاجه تانية. احنا نقول اجيليتي هي مش ايه، برضه عشان لو الناس مش تبقى عارفه احنا بنتكلم فين. في مثلا ناس بتجي لي تقول لي، ده عشان كده كنا بنتكلم في النقطه دي اصلا، اللي هو يقول لي انا عايز احسن بقى الاجيليتي والموبيليتي والحاجات. هم عشان شبه بعض، هم عشان كلمتين الاثنين اليتي. نفس الكوبيا. فاللي هو ايوه. فالناس فاكره ان هو مثلا انا هحسن مرونتي فهبقى حلو في تغيير الاتجاه. حلو، بس ده حاجه من الحاجات اللي بتخليك حلو او وحش في تغيير الاتجاهات. يعني لو جبت واحده بتلعب يوجا مش حلوه في تغيير الاتجاهات، هي سيئه جدا في تغيير الاتجاهات. ليه؟ لان هي عندها مرونه بس، ما عندهاش اي حاجه يس. تاني. فانت عشان تبقى حلو في المرونه محتاج ايه يا معلم؟ محتاج تبقى قوي. قوي ده اللي هو قوي، اللي هو 4 في 10 او 5 في 5 ايا كان، اللي هو تخش الحديد يعني. ده حاجه مهمه، ان انت يكون عندك الفوت ورك بتاعك، اللي هو ان انت تكون رجلك خفيفه وسريعه على الارض. ان انت يكون عندك سرعه، وسرعه دي نقصد بيها سرعه خطيه، انك تقدر تزق الارض جامد وبسرعه. ايه الفرق بينها وبين الفوت ورك؟ الفوت ورك انت بتزق بسرعه بس مش بتتحرك، مش بتحط فورس، انت بتعمل حركات، بتعمل فنتات والكلام ده. ما فيهوش قوه عاليه، ما فيهوش فورس عاليه على الارض، بس في سرعه عاليه قوي. السرعه بقى الحقيقيه هي اللي هي السبيد، يعني هي اللي فيها كويكنس، فيها ان انت تتحرك رجلك بسرعه بس بتحركك مسافه بعيده. في منها حاجات كتير برضو بنتحكم فيها، وفي حاجات ما بنتحكمش فيها. في منها الطول، لو انت قصير انت في غالب الامر هتكون احسن في الاجيليتي. لو انت عندك جهاز عصبي فايق، لو انت سريع، الجهاز العصبي بتاعك اللي كنا بنتكلم عنه من شويه ده يخليك احسن في الاجيليتي. فخلاصه الامر في حاجات كتير جدا، في عوامل كتير جدا. الاجيليتي هي مهارات تغيير اتجاه. يعني ازاي اغير الف جسمي 90 درجه، ازاي الف جسمي 180 درجه، ازاي اعمل الكلام ده كله، انت بتبقى احسن فيه. اسهل طريقه تبقى احسن في الاجيليتي انك تعمل اجيليتي اللي هي سيناريوهات شبه الملعب. احسن حاجه هتخليك حلو في ده انك تلعب رياضه كتير، انك تلعب رياضتك كتير. بعد انك تلعب رياضتك كتير، انك تعمل السيناريوهات دي مع نفسك. تعمل مثلا تحط قمعين مثلا وتحاول تعدي ما بينهم في اسرع وقت. تحط قمعين وتخلي انت واحد صاحبك تبقى التمرينه، او انا ككوتش يعني بعمل ده، بحط اتنين وبحاول اخلي حد يعدي من التاني، او نعمل حاجه اسمها ميرور دريل، اللي هو اتنين قدام بعض بيحاولوا يفضلوا قدام بعض والتاني ما يفنتش منه. فيعني الاجيلتي دي جواها كذا عنصر لياقه بدنيه. عشان تبقى حلو في الاجيلتي لازم تبقى حلو فيهم الاول، بس ابسط حاجه انك ما تضيعش وقتك في حاجات بتاعت ضبط الشغل. اعمل الشغل نفسه، اللي هو اعمل مهارات تغيير الاتجاه دي كتير وتحسن فيها يعني. يا رب تكون الاجابه مش آه طويله أوي. لا لا، الإجابة جميلة جدا. و actually I'm just curious also. أنا عايز أعرف بس الجزء بتاع يعني أنت شايف إيه الحاجات البراكتيكال غير الميرور دريل اللي ممكن أحطها والله بالنسبة في حاجه يعني اتعلمتها. بالنسبة معلش بالنسبة
ان انت زي ما قلت في الاول انت محتاج مهاجم ومدافع، فده معناه امم ان انا مش عارف الشخص ده. يعني انا الموضوع كله يتلخص في كايوس، انت تقصد كده؟ صحيح. زي في فهي قدر من الفكره العشوائيه. بالظبط، فانت مش عارف ان انت محتاج اكسترنال مثلا ستيميليشن، فانت مش عارف المحفز الخارجي ده هيجي ازاي، مش عارف ان المدافع مش عارف المهاجم هيتحرك يمين ولا شمال ولا هياخد قرار عامل ازاي. فانا امم عايز اعرف ايه برضو انت شايف من وجهة نظرك ممكن ايه مثلا حاجات براكتيكال غير الميرور جel ممكن تساعد مثلا الناس تبتدي تستخدمها. يعني ممكن نقسمهم لثلاث حاجات. حاجات لوحدك، اللي هي ما فيهاش، اللي هي بنسميها بقى تغيير اتجاه، مش رشاقه، اللي اسمها تشينج اوف دايركشن مش اجيليتي، اللي هو انت بتعمل تغيير اتجاهات بس من غير محفز خالص، من غير اي رياكشن، انت بس بتشتغل على حركه. يعني انا هقول لك بص يا ادهم، انا عايزك تجري يمين وشمال اسرع حاجه تقدر عليها، تعمل لاترال شفل. ده تغيير اتجاه بس ما اسموش رشاقه، ما اسموش اجيليتي. ليه؟ لانك عارف انت بتعمل ايه، مفيش حد قدامك، مفيش اي حاجه، انت هتقعد تشتغل لحد ما الوقت يخلص واقول لك شكرا. فدي مهم، انك تشتغل على الحركات اللي انت عايزها او اللي انت مش حلو فيها لوحدك. يعني تبتدي تشتغل تحط، انت عامه محتاج تعرف، احنا ممكن نقول كلمات مفتاحيه في حته تشينج اوف دايركشن دي، وانت تروح تدور على المصطلحات دي. في حاجه اسمها شافل، دي التحركات الجانبيه. في حاجه اسمها كاتنج، كاتنج ده ان انت تعرف تحط رجلك في الارض عشان تبتدي تلف جسمك. في حاجه اسمها اوبن ستيب، في حاجه اسمها هيب تيرن، في حاجه اسمها كروس اوفر. في كذا كلمه، كل كلمه انا قلتها دي مهاره تغيير اتجاه. انت عايز تبقى احسن فيهم، شوف مهاره تغيير الاتجاه دي بتتعمل ازاي، تشتغل على التكنيك بتاعها، تبتدي تطورها لوحدها. فده الجزء بتاع تشينج اوف دايركشن. طيب تاني مرحله، انك يبقى عندك حد صاحبك، ان انت يكون عندك شخص او اداه. اداه دي زي ايه؟ في ابلكيشنز هي اللي بتعمل لك التمارين دي، في ابلكيشن بتاعت اجيلتي لذيذه، بس مش اكتر حاجه واقعيه في الدنيا ومش عشوائيه كفايه. الليفل 2، انك في تمارين مثلا الراجل بتاع سترونج باي ساينس ده بحبه قوي. كان بيعمل مثلا دريلز بالتنس بول، جايب اتنين تنس بولز، بيحدف واحده ويحدف التانيه، ويحاول قبل ما التنس بول دي تخبط مرتين يروح يجيبها، وبعد كده يجيب التانيه. كان بيجيب برضه بالنتين ويحدف الاتنين في الهواء يس. ويخبط ممكن دي بالنتين. ويروح. هي شكلها عبيط جدا، الموضوع شكله عبيط قوي، بس هو بجد بيشتغل قوي. يعني الموضوع بيشتغل جدا. يعني احنا عندنا مبدأ تدريب اسمه التخصصيه، اللي هو specific adaptations to imposed demands، اللي هو يا انت هتشيل حديده تقيله هتبقى احسن في شيل الحديد التقيل. انت هتجري كتير هتبقى احسن في انك تجري كتير. الموضوع بهذه الكومن سنس يعني. فالدريلز اللي انت بتعملها فيها تغيير اتجاهات بوجود محفز هتخليك احسن لما تحط محفزات او سيناريوهات شبه اللي بتحصل في الملعب، او تحط في الموقف ده في اللعب، جسمك اوتوماتيك عارف هو عايز يعمل ايه، انت مش مضطر تفكر كتير. لان في منها جزء ان انت تبقى عارف حاجه اسمها نولج اوف سيتويشن، ان انا عارف الموقف ده بيتعمل فيه ايه. اللي هو بقى ايه، انك تعرف شكل الجسم ده لما الراجل بيعمل كده وعايز يفينت، مش محتاج تفكر. هي كل دي حاجه بتحصل جوه كده في الدماغ في ثواني يعني. تالت حاجه انك تعمل اللي هو ضبط الشغل، ده الشغل نفسه. تالت حاجه هي ضبط الشغل. ضبط الشغل ده اللي هو ايه؟ تبقى اقوى، مهم. تتعلم تبقى اقرب من الارض، تعمل دريلز بتخليك قوي في البوزيشنز الواطيه من الارض، مش بس ربع سكوات والنص عده بتاع اللي هي الشورت انت رينج اوف موشن. الكلام ده مش بيشتغل في الاجيليتي قوي. محتاج حاجات وانت واطي في الارض. محتاج تمارين مرونه الحوض لو انت حوضك وحش تفرق معاك. محتاج مرونه انكل لو انت الانكل بتاعك مرونته وحشه هتفرق معاك. محتاج تمارين بلايومتريكس، اي تمارين بلايومتريكس بنسبه كبيره هتشتغل، بس تبتدي تعمل حاجات مش بس قدام وورا او فوق وتحت، تعمل حاجات بالجنب او فيها روتيشن. حاسس ان كده يعني لو انت اشتغلت على دول بس انت كده بتعمل 90% من الحاجات اللي المفروض تتعمل. الكنز بقى او الشيطان يكمن في التفاصيل. ايه بقى جوه كل التمارين دي؟ دي بقى اللقطه دي، عشان كده انت محتاج، عشان كده كلنا محتاجين مدربين يعني. بس انا بدي للناس سواء اللي بيسمعنا مدرب او لعيب، يعني تبقى الحاجه اللي بنقولها يقدر ياخدها ويسرش بيها على الكونسبت، يعني يقدر يروح ابعد، يعني يفتح طرق يعني. عجبني قوي الجزء اللي انت شرحت فيه الموفمنت باترن اللي فيها هيب تيرن وكروس اوفر او لاترال ران، عشان بيبقى في ناس بتسميها حاجتين عشان مصطلحات، ايوه ايوه الترمينولوجيست. انا عارف. انت عارف صح. الموضوع ده طبعا. ف اه. وايه تاني عندنا في فكل الموفمنت باترن عامه والشافل والحاجات دي كلها، هل
كأي رياضي انت شايف من وجهة نظرك لازم يعمل كل الموفمنت باترن دي، ولا ممكن يبص لكل الموفمنت باترن زي ده ويركز على واحد بس؟ فانت شايف ان احنا ممكن نعمل كل دول ولا نعمل واحد بس مثلا، او نختار اتنين تلاتة؟ لو هو عايز يتعلم ولسه بيبدأ، خدهم واحدة واحدة، اتمكن منها وخش على اللي بعده. يعني ممكن تمشيها يعني مثلا انا بتعلم انا واقف في مكاني، بتعلم اخد خطوه بالجنب وارجع كاني بعمل فينت. بعد كده بتعلم ان انا في مكاني اخد خطوه بجسمي كله وارجع. بعد كده بتعلم ان انا اخد خطوتين كاملين وارجع. بعد كده بتعلم ان انا اجري بالجنب، المس الحيطه دي والمس الحيطه دي وارجع. بعد كده بتعلم ان انا بجري بالجنب، اول ما المس الحيطه دي الف بوشي وارجع. يعني بنبتدي نعقد الموضوع واحده واحده، نبتدي نبدا من حاجه صغيره ونخش على حاجات اعقد. اعتقد هو ده الطريقه الاحسن في التعليم، او الابسط كمان عشان الشخص ما يسوحش نفسه. بس في النهاية يعني الموتور ليرنينج أو الناس إزاي بنتعلم حركات ليها 90,000 طريقة يعني. وبس دي الطريقة يمكن نقول الأبسط للناس يعني. لازم تتعلم كل الحركات. ده جميل ده جدا. دي حاجة هتفيدك يعني. أه تحب ممكن تفتكر ان احنا الموفمنت باترن دي ممكن مثلا نقول ان هي ريليتد بالجيمز؟ يعني بمعنى انت اتكلمت عن الجيمز، فهل تفتكر مثلا اه لو احنا الجيمز نفسها ممكن تطور ده اكتر من الموفمنت باترن، ولا هل انا لازم اركز على الموفمنت باترن الاول في سن معين؟ انت عارف طبعا احنا بنحاول دايما برضو ايه نطلع شباب حلوين قوي، نطلع يوث جامدين قوي صح فاهمين حاجات عن صح الحركه والموفمنت. فهل انت صح. شايف ان احنا نبص على الجيمز اكتر، ان احنا نخليهم يلعبوا مثلا 1v1 2v2، زي ما انت قلت في الاول نعمل ميرور دريلز الحاجات دي؟ ما هو انت في الميرور دريلز انت طبعا انت في الميرور دريلز تقصد برضو ممكن يبقى سبرنت ولا تشافل، اتس مم. يعني كذا حاجه. فاحنا ممكن مثلا، انت شايف ممكن نحط جيمز وكمان في نفس الوقت ممكن نبتدي، ولا نعلم سوري الموفمنت باترن اللي احنا الحاجة اتكلمنا عنه لوحدها. هنا هروح لعمه جول سميث. جول سميث ده حد خطير جدا. هو مؤمن جدا بالتعليم بالجيمز. هو مش محتاج، الموضوع مش محتاج. احنا كلنا اتعلمنا نتحرك ازاي واحنا بنلعب في الشارع. لان انت لعبت في الشارع فانت ما تعرفش تتحرك، شارع او نادي يعني حسب انت من مصر ولا من ايجيبت او ايا كانت الدوله اللي بتتفرج علينا منها يعني. بس اللي هو كلنا لعبنا في الشارع. فانت لما بتلعب بتتحسن. هل انا ممكن اعزل حاجه عشان اركز عليها واطورها؟ 1000%. بس عشان تتطور اوفرول في كل حاجه. الجيمز دي بقى اللي هو يعني بتوع الكوره شاطرين قوي، ناس في الكوره شاطره في ان هي بتعمل اللي ايه، اللعب الصغيره اللي بتركز على حاجات صغيره. بوكس تو بوكس. الحاجات بقى 1 في 1، 5 على 5، بيعملوا بقى شويه حاجات كده ايه، بتخلي الناس تحكمهم في بيئات صغيره. مثلا بيضطروا يعملوا ديسيلريشن كتير فيبقى احسن في الديسيلريشن. او بيضطروا ان هم يعملوا تغيير اتجاهات كتير لان الملعب بقى صغير قوي، بدل ما الملعب 11 كبير. فانت ممكن تخلي اللعبه تخدم لك على الهدف اللي انت عايزه. والانسان ما بيحبش الرتانه. يعني انك تلاقي حد سايكوباتي جاي منه يشتغل على الحركات ويخش الجيم يشيل 4 في 10. على فكره الناس اللي بتتمرن، برسنتج اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها بره رياضتها، برسنتج ضئيله. ليه ضئيله؟ جدا جدا لان جدا. الانسان، لانها ممله. يعني هو يعني فيها قدر من الملل لبعض الناس يعني. في ناس بتحبها، في ناس ما بتحبهاش. لكن ما فيش حد ما بيحبش اللعب. يعني ما يس. فيش حد هتقول له تعالى نلعب هيقول لك لا يا معلم لعب ايه وفرق ايه. مفيش حد يقول كده. كلنا اصلا بيلعب رياضه فهو يبقى عايز يستمتع. ولو هو مش عايز يستمتع فانا بقول لك اللعب هيفيدك. فهو لو مش عايز يستمتع وعايز يستفاد، والجيمز بتعمل الاثنين. فالجيمز اداه خطيره جدا يعني. فالفكره كلها تتلخص في ان انت فعلا، يعني هي الحاجات دي بتبقى مهمه عشان بترجع للعيب الموفمنت وبتعلمها له ان هو يفهم حته ان هو لازم stay in the tunnel عشان center of mass. بحس كده اكتر عشان انت عارف اغلب اللعيبه بتبقى ايه، بيعمل شافل بس هتلاقيه كله فوق مش قاعد تحت. ايوه فاهم ايوه. قصدي؟ فهتلاقيه هو اصلا انت ما السنتر اوف ماس راح فين؟ ما انت لازم تفضل تحت. you have to stay in the tunnel. ففي key points
بحيث ان احنا لازم نعلمها للرياضيين دايما. وبعد كده هو كده كده ما تحط له جيمز هتلاقيه بيلعب اصلا اوريدي بشكل حلو، زي ما انت قلت ان مفيش حد ما بيحبش الجيمز. انا لما عبد الرحمن زمان لما احنا كنا نقعد نعمل مع بعض ميرور، فاكر؟ كنت تبقى خارج ايوه مبسوط، ايه ده يلا بينا، ايه ده ايه ده فالحاجات دي كلها بتحسسك انك انت جيمز، عارف اللي هو ايه، روح روح امسكه بسرعه، او التاج او التشيسنج او الحاجات دي كلها. فكان يعني ايوه. من الحاجات فعلا اللي عجبتني قوي ان انت جبت سيره جوel سميث في الحته بتاعت الجيمز، وان الجيمز انا فعلا عاجبني ان هتخلي انا طلعت فاهم هو بيفكر ازاي فعلا. آه which is good actually. يعني ان انت انا برضو خلي الحمد بالك، لله. انت عايش جوه المطبخ يا عبد الرحمن. فانت في فرق من ان انت امم. عايش جوه المطبخ وبتسمع وبتروح وبتاع وعارف ايه اللي فعلا، يعني الموضوع كله مش فورسز على قد ما انت عايش جوه المطبخ، عكس اللي خارج اللي لسه عايش بره المطبخ، يعني هو مش عارف ايه اللي بيحصل جوه. فالجيمز بحس ان هي بتخلي اللعيبه تتحرك انستنكتفلي، يعني ايوه. بخليهم يعني تحس ان هو، يعني انت مثلا في فيديو ليك عجبني قوي زمان من فتره مش فاكر امتى، بس انا فاكر حاجه عملتها اتكلمت عليها، قلت ان كل رياضي ليه الستانس بتاعته. كنت بتتكلم في حته امم. تقريبا ان كل ما لعيب التنس هتلاقيه واقف ستانس كل واحد عنده اثليتيك ستانس. امم. انا فاكر في اكزوس كانوا بيعلمونا دايما نيك وينكل من الحنجره، كان يطلع يتكلم على صح. الاثليتيك ستانس، يقول لك انت واقف هنا اثليتيك ستانس، هتلاقي فعلا لعيب الباسكت بيقف وقفه مختلفه، لعيب الرugby مثلا هتلاقيه واقف وقفه تانية اصلا، لعيبه السومو مثلا هتلاقيهم واقفين وقفه خمسه. ف... صح صح. ففعلا كل حد من الرياضيين دول هتلاقيهم واقفين ستانس مختلفه. الفكره كلها ان احنا لو اديناهم بعض من الكيوز القليله قوي قوي قوي، ودي هنيجي عليها دلوقتي، هنتكلم عن موضوع الكيوز. وان ايه رايك انت في الكيوز؟ ايه رايك في الكيوز طبعا، يعني هل هي الكيوز الزياده والاوفر كوركت والاوفر ميكانكس والاوفر ان انت تاوفر كوركت الميكانكس وتدي كيوز كتيره قوي، is it actually يعني انت بتساعد هتخليني اخش او في حته. هل لما انا اروح لكابتن عبد الرحمن واقول طيب. له ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ارفع ركبتك، ايه ده وانت بتجري لازم دراعك يطلع طيب. كده؟ طيب. فعايز I صلي just على I'm النبي. curious. عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على النبي. تعال نروح اكستريمز. تعال نروح يلا بينا. اكستريمز. في نوع من المدربين، هي انا احترمه جدا لان هو عنده ضمير. احترم المدرب ده، بس هو غلط، بس انا احترمك، هقول لك انت غلط بكل احترام. هو عايز يحلل القرش، فهو واقف على دماغ اللعيب بتاعه، ما بيعملش هفوة تكنيك غلط. جدلا ان في حاجه اسمها التكنيك، جدلا ان اللي بيعمله ده غلط، مش عايزين نخش في نقاشات فرعيه، بس يعني اللي هو ايه، هو في دماغه الكتاب او الكورس اللي هو خده ان الناس بتتحرك بالشكل ده، فانت يا تتحرك بالشكل ده يا تقعد جنب امك ما تتحركش. هي الموضوع فاهم يعني ايه، 1-0. في مدربين كده، احترم ده. انت هتطلع لعيبه بتتحرك كويس نسبيا. تعال نروح للاكستريم قبل ما نقول ايه الغلط. مم. الاكستريم التاني، هو يبدو للناس ان هو اكستريم. طريقتي في التدريب، انا في غالب الامر لما باجي اعلم حد حاجه مش بتكلم معاه كتير، مش بصلح كتير، بسيبه يلعب غلط. بيجي لي لعيب تاني مش مدرب، لعيب، فهو عارف يعني هو اللعيب اللي معايا عارف تكنيك، فبيقول لي هو بيلعب خلالك، هو بيعمل كذا 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 كذا. فبقول له طب ما انا عارف، انا عايزه يعملها غلط، عشان انا الحمد لله انا مرن لعيبه بقالي 8 سنين. فانا كنت في حته تعال نصلح تكنيك الجري دي من بدري قوي، فانا هناك كلنا. من بدري. اعتقد اول حاجه بتخش عليها اصلا في الاحمال، تعال اصلح لك جريتك. فانا كنت بصلح للناس. انا عامه انت فاكر اصلا كان بوستاتي في الاول كانت تتمحور حوالين خد البنت دي انا حسنت لها تكنيك الجري بتاعها، والولد ده وعلى الجرافات، وفرق اوري لك في اول اللي هو في التو اوف بوزيشن هو عامل ايه، ورجله دي عامله كلام يحترم. بس مش صح. الراجل التمرين ده كان تمام في ضمير وعايز يغير حاجه حقيقيه، بس التغيير الحقيقي مش بيحصل كده. انا ابتديت اعمل حاجه طريقه تمرين
وده خلاني شخص كوتش كرييتيف مش كوتش بالبق. ابتديت اعمل كونسترينتس. يعني ايه كونسترينت؟ اكيد. يعني يعني انا مثلا في امم. حد هو بيجري في مرحله الاكسلريشن، اللي هو واقف دلوقتي وعايز يجري لقدام، الطلعه بتاعته وحشه. هو بيجري، انت المفروض عشان تجري في اول كام خطوه المفروض تبقى مايل شويه وبتزق الارض بدرجه معينه. في ناس بتيجي تبدا الجري، انت بتشوف بتوع السبرنترز في ال 100 متر ولا حاجه قريب من الارض وحاطط ايده على الارض وبيبدا. هو بيبدا يعني لو دي الزاويه بتاعته بيبقى زاويته حوالي 45 ل 60، بيبقى في الزاويه دي. في ناس لما بتيجي تجري بتبقى عامله كده على طول، يجري وهو واقف وفارد نفسه من البدايه خالص. انا كنت زمان بقعد اتكلم مع الناس، الكلام مش غلط وبيصلح، في حاجات بتتصلح، بس لقيت طريقه اذكى واسهل وبتخلي اللعيب يحفظ اكتر وتجيب نتائج اعلى وفي وقت اقل. همسكه استك من وراه بيشده، او هديله سلاد او ايا كان، علشان بس يفهم ان هو محتاج يزق لورا، عشان يفهم ان هو محتاج يحركني، فانا تقلت الحركه عليه شويه علشان بس يفهم الحته دي، اللي هو انت بتخبط الارض عشان تتحرك لقدام، عشان انت لو ما زقتنيش مش هتعرف تجري لقدام. فما فيهاش منه بقى انك تبقى مفروض، لازم تفضل مايل لقدام. يعني ده الكونسترينت او اللي هو التقييد الحركي اللي احنا عملناه في التمرين ده. عايزين نكمل موضوع الكونسترينت او التقييد الحركي. انت اول حاجه اتكلمت عن ان انت بتلين وان بيحصل شين دروب، بعد كده بيحصل delayed knee extension في الاكسلريشن. لو احنا جينا طبقنا موضوع الكونسترينت او التقييد الحركي، والتقييد الحركي فعلا زي ما انت قلت من الحاجات اللي فعلا انت ممكن تدي كيو. انت بتتعامل مع مخ رياضي فعلا، مش بتتعامل مع الرياضي نفسه. فانت بتحاول ان انت تديله حاجه هو يفهمها، مش اللي هو ايه، زق رجلك زق الارض. هو مخه مش مدرك ده. عارف اللي هو الناس اللي مش عارفه هنج he couldn't know the movement. انت بتتعامل مع المخ. فانا احييك جدا يا عبد الرحمن على حته ان انت اللي هو انا بتعامل مع مخ البني ادم، مش بتعامل مع الرياضي نفسه. فالمشكله لو هي المشكله مش في الرياضي، المشكله فيا انا كمدرب ان انا ما عرفتش اوصل له المعلومه في اسهل طريقه. انا مش محتاج ادي انستراكشنز وكيوز واوصل الشخص ان الرياضي يسيب لي التمرين ويمشي. فعلا ممكن يتنرفز، ممكن يحس ان هو بيحس انا يعني عارف انت تخيل حد بيديك كيوز كتيره قوي توصل لمرحله اللي هو يا نهار ابيض ايه الوجع الدماغ ده. لا 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 لا. صح. ده يعني كان دكتور يوسف رضا، فكنا عاملين ورك شوب بتاعت اي سي ال سوا. فهو جه في يوم، هو انا يوم وهو يوم، فهو في اليوم بتاعه في حد هو صاحبه او معرفه انا ما اعرفش، يعني هو انا كنت ساعتها كان اول مره اشوفه، فراح مطلعه قال له تعالى يا هشام. كان بيعلمه يعمل سنجل ليج ديد ليفت. فقال له بص، وهو يوسف الناس اللي عارفه يوسف شخصيه هاديه جدا وصوته ما بيهلاش، حد ديسنت موت يعني، ده حبيبي. فلقيته وقف الولد ده بيقول له افرد رجلك، لا عايزك تعمل اكسترنال روتيشن، بص فوق ظهرك، اتني ركبتك، مش عارف. فالواد ده عمل كده، قال له بص انا ايه التاني بقى من الاول، بص انا ف... فهو بيشرح لنا، يوسف كان بيشرح لنا ساعتها فكره الكيوينج. انا كنت عامله ايه ده يوسف مالك، انا ما كنتش فاهم ان هو بيعمل تيم، ما كنتش فاهم ان هو بيعمل، بقول ايه ده يوسف ماله سخيف كده ليه. فهاوية كان بيعمل اللقطه دي عشان يوري الناس فكره ان عقلك البشري ما عندوش القدره على الاستيعاب يعني لما بنكتر التدريب النتائج مش بتكتر، هي مش علاقه طرديه. يعني مش هزود تدريب وهزود كلام فالنتائج هتتحسن، لا هي في حته كده اللي هو ايه، هو بالكيرف. يعني مفيش تدريب خالص مش بتضر فيه نتائج، في قدر من الاوامر التدريبيه بيطلع احسن نتائج، بس كل ما تزيد كل ما النتائج بتقل. المقدار ده قد ايه؟ الناس والساينس بيقولوا ان هو اقل من 3 كيلوات في المره الواحده. مم. يعني انا اقل من 3 اوامر تدريبيه في المره الواحده، اشوف 3 ده كتير اصلا. يعني انا شايف 3 كتير، بس الساينس يقول لك ماكسيمم 3 يعني. بجد الكيوز يعني ناك وينكلمان الكتاب بتاعه بتاع The Language of Coaching لما كان بيتكلم عن الكيوز والانترنال والاكسترنال، انت فعلا انت ممكن تسهل الموضوع ان انت تحط الرياضي في بوزيشن.
تديله دريل زي ما انت شرحت، ان انت حد عايزه يرمي نفسه او السنتر اوف ماس بتاعه يترمي ان هو يعمل شين دروب، هديله سلاد. فانا بشكل تلقائي الجسم فاهم انا هبقى كده، فاتس كونسترينت فعلا. طيب احنا لو جينا I'm just curious في حته الكونسترينت، وانت اتكلمت عنها وانا بحبها قوي قوي زياده عن اللزوم. فعايز اعرف بعد ما عملنا الشين دروب في جزء الديلايد ني اكستنشن، انت شايف الحته دي مثلا ازاي نطورها، بدل ما اخلي اقول لحد ايه ده اتني يعني اعمل ديلاي في الني اكستنشن؟ ايه الحاجه، ايه التمرين اللي انت شايفه من وجهه نظرك، او ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها تكونسترينت الحته دي؟ حلوه الكونسترينت، ها؟ اعتقد اعتقد التس بيعملوا ده. قول التس لي بيعملوا ده كويس قوي. قول لي التس بيعملوا ايه؟ آه، اعتقد انت اللي تقول لنا التس بيعملوا ايه احسن. انا عارف ان انت واخد منهم حاجات اكتر مني. فانا عارف ان هم بيستخدموا ويكتس، وبيستخدموا ويكتس اللي هي الناس اللي مش ايوه عارفه الويكتس. حواجز صغيره. بيستخدموها عشان يظبطوا ايقاع الخطوه. فلو انا طالب من الشخص، يعني لو شخص بيفرد ركبته بزياده، فهو بيأوفر سترايد او بيفرد خطوه زياده عن اللزوم شويه، ممكن انا اطلب منه ان هو يقصر الخطوه شويه. ده هيخليه ما يضطرش يقعد على الارض هذا القدر من الوقت عشان يفرد ركبته للاخر. واحده من الحاجات اللي ممكن الناس بتستخدمها برضو كونسترينت، او اللي هو انا مش بكلمك في حاجه، انا وانت احنا واحنا بنشاور، عارف انا العب افلام، احط لك اقماع واقول لك اجري اعمل لك كده، فهتجري. فهتجري ومش تفرد ركبتك على الاخر في الغالب، علشان آه لو فردتها اخر خطوتك بتوسع قوي لو انت بتوفر سترايد يعني. فده يخليك تلم الدنيا شويه، فالدنيا هتظبط. في اوامر تدريبيه ممكن اديها له، ممكن احطه في بوزيشن، ممكن احطه مثلا في تمرين اكسر له الحركه شويه، احطه في وول دريل اللي هو واقف على الحيطه مثلا وبيعمل وضعيه الجري على الحيطه، واحط مثلا اثبت حاجه في ورا ركبته. لما ركبته بتتفرد احط له العصايه واقوم تاني له ركبته شويه واثبت العصايه هنا، فهو لما يجي يفرد يعرف ان في لحد حته معينه. مره على مره دي من الحاجات اللي ممكن تساعد الشخص ان هو يفهم فكره اللي هو انا مش عايزك تفتري في الزقه قوي، في قدر من الزقه تمام، اللي هو قبل ما ركبتك تتفرد على الاخر الحته ال 5 او 10 ديجريز كده قبلها. حلو قوي. انت عندك اكيد حلول اشقى يعني. ايه؟ انت اكيد عندك حلول شقيه اكتر انا متاكد. مش قوي مش قوي والله. بص على فكره كل حاجه بتشتغل، مفيش حاجه بيرفكت. بس انت بحس ان احنا مثلا زمان لو جينا بصينا على التريننج بروجرام بتاعنا، اوه ايه كل ده، تمرينه بتقعد 3 ساعات. دلوقتي انت انا عادي. احنا كنا بنعمل كده. يعني مم. انا فاكر كنا بنعمل كده. انا يعني مثلا دلوقتي احنا هتلاقينا بنفلتر. يعني ايه بنفلتر؟ بنبتدي خلاص. يعني انت بقيت عارف ان ده وده وده هو ده فعلا اللي فعلا جاب نتيجة كويسة، فبقيت تركز. يعني انا كنت في بودكاست سمعتها من فترة كبيرة، مش من فترة مم. كبيرة قوي، كانت لستيفن هولم لاعب الوثب انا بحب الراجل ده قوي بجد. الراجل ده عالمي، لاعب الوثب العالي السويدي. فكان بيتكلم في حتة ان الراجل ده مثلا بدأ بلايمتريكس، بدأ سوري سترينث وهو عنده 18 19 سنة. لسه كنت بتقول اه. فطول حياته طول حياته ما بيعملش حاجة غير حاجة واحدة، بلايمتريكس. بيلعب هو مع قرايبه ولا اصحابه، بيلعب معاهم في الجاردن في الجنينه، وينطوا من غير ما يبقى فيه مات اصلا. فبقى عنده ستيفنس مرعب. فبقى أيوة. بالنسبه له البلايمتريكس، طلع قال انا بالنسبه لي البلايمتريكس از ذا سترينث. صح. وما بدا يشيل ويتس، حس ان هو بقى ستيف، حس ان هو بقى مش بيتحرك بشكل الاستيك، حس ان هو ما بقاش رياضي مرن. which is this is my podcast and my program actually. فهي الفكره بتتلخص في ايه؟ ان فعلا انت، او احنا جبنا السيره دي عشان ايه؟ عشان أنا نسيت. والله نسيت. انا مش لا عايز يعني انت انافيجيت. بتسال، انت بتسال الشخص اللي غلط في الموضوع ده. فالفكره كنا كلها ان تتلخص بنتكلم ان عن انت اه. بالظبط. فانت الفكره كلها تتلخص ان هو انا افتكرت ان احنا كنا بنتكلم عن الجزء انك انت مش محتاج تجرب حاجات كتيره قوي، على قد ما انت ممكن تركز على 3 4 تمارين مثلا هيفرقوا معاك. مش محتاج تجرب حاجات كتيره قوي. انت مثلا جبت سيره الوول جرال،
الوول دريل من الدريلز اللي فعلا بتساعد وتساعدك ان انت، وقلت برضو هنكونسترينت وهنحط مثلا عصايه او هديله حاجه تقيده في الحته دي عشان يفهم الموفمنت، مخه اللي يفهم الموفمنت مش الرياضي. فانا الفكره كلها فعلا ان انت ممكن تجرب اتنين تلاته اربع تمارين يحسنوا الحاجه دي. مش محتاج اعمل، عشان انت عارف طبعا إيه يعني الناس مفهومه عن السبيد او عن السرعه تمارين كتيره قوي، بلوكات كتيره قد كده، فاهم؟ او البلايمتريكس. اوه طب ليه؟ ما انا ممكن اعمل تمرينين وافضل معاهم طول حياتي وهيفرقوا معايا. الريذم هيتحسن، الجامب هيتحسن. يعني مثلا الناس اللي تعالى نتكلم على مثال باور ليفتنج. امم مثلا الناس مثلا ثلاث بتعمل سكوات، تمارين 3 تمارين: ايوه. سكوات بنش بريس ديد ليفت. هل مثلا يروح يقول ايه ده؟ لا انا هروح اعمل مثلا. هتلاقي بقى بيبتدي يلعب شويه وبيكون سترينت، اكيد بيكون سترينت. بس اكيد بيحط مثلا، هتلاقيه مثلا بيحط هنا تقريبا بيحط بورد ينزل يتاتش عشان ويطلع. يعني فاهم بيشتغل اللي على هو الجزء اللي فوق شويه. بالظبط. امم انا بقالي كتير قوي بعيد عن الحته دي قوي قوي، وما امم دخلتهاش قوي يعني، ومش عايز اخشها، بس انا يعني ما عنديش مشكله اسمعها طبعا. بجد انا ايوه. يعني عامة احنا بنحب نسمع الحتة دي. فانا اللي انا عايز اتكلم فيه ان انت لازم تلاقي حل، ولازم مفيش بيرفكت تمرين بيرفكت. بس انت فعلا الناس اللي بتروح تعمل سكوات وبنش بريس وديد ليفت هتلاقيه مثلا فجأة يقول لك لا 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 ايه ده انا مش هعمل هي دي رياضته. دي رياضته سكوات وبنش بريس وديد ليفت. خلاص هو مش هيروح بقى يزود بقى تمارين ويجيب جودة. ما انت ما هتحسن في ال3 تمارين. يعني مثلا الناس اللي هي بتجود ان هو عايز تمارين في السبرنتس. عايز تسبرنت، عايز تبقى سريع سبرنت. تيجي مثلا اعمل 3 بوينت ستانس، اعمل 4 بوينت ستانس. الوول دريل هتساعدك تظبط لك حاجات كاكسسوارز. يعني فاهم قصدي انا يعني هي الناس مش مديه للحاجات تقلها الحقيقي. يعني احنا مركزين. هو الاجانب بيقول لك ايه؟ مم. measuring in the minors، اللي هو انت مركز على الرفايع، على الحاجات الثانويه. فيعني في حاجات فعلا الناس مش مركزه فيها قوي، في الحاجات الاساسيه دي فقه اولويات. يعني كل حاجه هتقولها تمام مهمه تشتغل، بس ايه اكتر حاجه بتشتغل؟ ركز عليها. عشان لو شغال على اقل حاجه بتفيدني في الجري، انا عمري ما هبقى اسرع لعيب. لكن لو انا عايز ابقى اسرع لعيب فعلا، شوت اوت لدكتور كمال، عايز ابقى بركز على اكتر حاجه بتعمل ده، اللي هو السبرنتنج. فالموضوع محتاج قدر من ان انت الحكمه ان انت توزن الامور. كل حاجه جميله، كل حاجه بتشتغل جدلا، يعني كل حاجه بتشتغل. ايه اكتر حاجه هتشتغل لي؟ عشان انا ما عنديش الوقت والقدره ان انا اعمل كل حاجه. انا هعمل انا عندي ساعتين في الجيم. قول لي ايه اكتر حاجه لما اروح اعمل فيها الساعتين دول استفادها، عشان لو انا ما بعملش ده فانا سايب بوتنشال على الترابيزه. في حاجات انا مش هاخدها، في حاجات انا ما بستفادش لاقصى استفاده من الاخر يعني. بس هو انا عايز ارجع للحته انت قلتها بس عشان دي عجبتني قوي. حته انا هعيد صياغتها، بس انت قلت انت مش بتعلم الاثليت، انت بتعلم دماغه. مخه. هي دي ترجمتها ايه؟ انا مش عايز اللعيب بالضروره واعي هو بيعمل ايه. انا عايزه يعمل الحاجه. في حاجه اسمها برمجه كونشس وسب كونشس. في حاجه اسمها يعني لا خلاص مش هنخش في موتور ليرنينج قوي عشان الموضوع صعب عندك لا لا شويه. عادي عادي اتس بس ريليتد يعني اللي اتس هو ريليتد اتس ريليتد. عارف اللي هو في طب موتور. انا فهمت قصدك، انت عايز تتكلم ان في موتور فوكابلري. انت القاموس ده بيتجمع، عمال يتجمع عمال يتجمع، فانا في الاخر هعمل الحركه حلو. ده اللي انت عايز تقوله. وانت مش محتاج تكون وانت مش محتاج تكون واعي بنفسك. هو احنا عامه الجول بتاعنا في التدريب ايه يا جماعه؟ ان احنا نوصل الشخص ان هو يتحرك فيرلس وثوتلس، من غير خوف ومن غير تفكير. مم. لو انا بعلمك انجيج يور كور على طول، افرد رجلي، انا عمال اجري وافكر افرد رجلي طب ما تفكر في الكوره، طب ما تفكر في المهاجم، طب ما تفكر في الباصه اللي انت هتعملها، طب ما تفكر في الكيك اللي جاي على، يعني فكر في بيئتك، ما تفكرش في نفسك. هل تمريني يخلي اللعيب بتاعي بيفكر في بيئته، مم. ولا بيركز بزياده مع نفسه؟ مم. احنا عارفين 100% الساينس بيقول ان الكيوز او حتى الاوامر التدريبيه، اللي انا لما اقول لك يا ادهم شد الجلوت غير لما اقول لك يا ادهم زق الارض، مع ان الاثنين هيخلوك تشد الجلوت. الاثنين يعني اللي هو الاثنين عشان تعملهم محتاج تشد الجلوت. بس انا مخليك مركز مع الارض وزقتك للارض، ولا مخليك مركز مع الجلوت انك تشدها؟ تفرق. تفرق في البرفورمانس، تفرق في الريتنشن بتاع المعلومه، تفرق في حاجات كتير.
مم. فاحنا مش هدفنا ان احنا نخلي الناس نديلهم معلومات وخلاص يفضلوا، يعني مش بنمرن. يعني هي مش علم، انا مش عايزك عالم، انا عايزك لعيب جامد. تبقى لعيب جامد ازاي؟ انك تتحرك حلو، تتحرك حلو ازاي؟ انك تتحرك. مش صح. شرط بقى اعلمك ده لو تعليمك للبايوميكانكس هيساعد اللعيب. لو انا قاعد اكلمه اللعيب بيفهم كده تمام. بس في النهايه انا عايزه يتحرك من غير ما يفكر، مكنه، يخش بينفذ. هو ده اللي اللعيب الجامد بيعمل. معلش آه. رجعت خطوه لا عشان انت بس لا 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 قلت لا ترجمه. لا لا لا، انا محترم قوي الحته دي، وهي برضو عارف تتلخص في، ممكن نقول ان في جمله بحبها قوي، مش فاكر كانت الكود دي لمين، بس هي بتقول لك the human body is a self learning machine. هو بيتعلم بنفسه. صحيح. يعني انت صحيح. حطه، انت قول له بس ايه، يلا بينا، حطه في احنا بوزيشن. بنكريت البيئه، احنا بنكريت البيئه المناسبه للانسان او للجسم عشان simplify. يتطور. اه. يعني بحس ان احنا محتاجين نسمبليفاي، محتاجين نسهل الدنيا قوي، عشان الشخص اللي قدامنا الرياضي، يعني التعليمات الزياده دي بتخنق الرياضي، فاهم؟ يعني مثلا احنا عارف ان احنا، انا عايز اسالك على حاجه، حلو قوي، حلو قوي بجد يعني. آه... انت يعني طبعا احنا عارفين ان في فيزيكس ل البايوميكانكس بتاعت الاكسلريشن وتوب سبيد، دي غير دي شويه، اوكي؟ صح. فاحنا لو جينا اتكلمنا مثلا عن الاكسلريشن، دايما بنلاقي مثلا في الفيديوز في شكل معين لازم الرياضي يبقى بالشكل ده. يعني بحس يعني انت ايه رأيك في الحتة دي؟ هل احنا لازم نوصل ان كل، يعني مثلا هل كابتن عبد الرحمن لو انا وهو عملنا سباق مع بعض جنب بعض دلوقتي، هنجري نفس البرفورمانس ونفس التكنيك ونفس الشين دروب ونفس الديليت الني اكستنشن وكل حاجة؟ انا ساعات بحس ان احنا بنروح بنبقى نيردز بزياده. العلم حلو، بس انت ساعات محتاج يعني تشوف ايه يعني انا ممكن اقعد اكلمك عن البايو ميكانكس، وممكن اجيب لك اسرع 10 في العالم وهم بيجروا ونبص عليهم. مهم. يعني ممكن نعمل، يعني انت مش محتاج هذا القدر من العلم عشان تبقى فاهم. في كومن سنس، في حاجه اسمها المنطق، ان انت تبقى فاهم بس ايه الكومن سنس ده. انا لو بصيت على اول 10 اسرع 10 في العالم بيجروا، مم. مش بيجروا نفس الجري، ودول اسرع 10 بني ادمين في العالم. فالموضوع مش بهذا القدر من، يعني ناس ساعات مشكله الناس في الاحمال برضو ايه، الناس جايه من باك جراوند مش رياضه، فهو مضطر يذاكر كتير. والمذاكره انا عايز كل الناس تذاكر وذاكر كتير، بس على قد ما انت بتذاكر انزل على ارض الواقع وشوف، اتفرج على اللعبه وبتجري. انا بشوف كلام بيتقال مهزله. الناس بتقول لك مثلا في الجري انت رجلك لازم في التوب سبيد لازم تنزل تحت مركز الثقل. بجيب له فيديو لوسين بولت رجله بتنزل قدام مركز الثقل، اقول له ايه يا اسطى؟ فين اهو عم حسين بولت بينزل رجله قدامه. فاللي انت بتقوله معناه ان انت يعني قاعد في اوضه من اوكي. 4 حيطان وما شفتش الحياه الواقعيه. انا معاك في الحتة دي جدا. ليه؟ في طبعا موديل لازم نبقى قريبين منه، بس صح، يعني هي دي بالظبط. احنا لازم يبقى في موديل قريبين منه زي ما انت قلت. وبرضه من الحاجه التانيه ان هو، يعني عارف تحس ان احنا ايه، ما ينفعش ان انا مثلا، يعني انت شفت جوت الولد الاسترالي ده اللي عنده 17 18 سنه؟ ايه ده؟ بتاع ايه؟ الولد الاسترالي الاسمر، الولد جوت سبرنتر. اه سبرنتر استرالي. لا يا بعض. الولد اه. ده بالصدفه كنت ماشي، كنت بجري بتمرن هنا، فواحد عدى من جنبي قال لي انا بحبك قوي على السوشيال ميديا وبلا بلا بلا بلا، ولد ديسنت عسل. قوي وبتاع. هو اصلا بيجري 800 يعني، 800 ما يعني. شاء الله. مم. جاب لي سيره جوت، ف قال لي انت بص شكله هو بيجري عامل ازاي، بص ركبته عامله ازاي وهو بيطلع. هو بيجري كده وبقى سريع بشكل، الولد ده بيقول لك اصلا ان هو هيبقى قريب قوي من يوسين بولت، يعني عنده ما 17 شاء سنه الله. وعامل كده، ما شاء الله عليه يعني. فالجوت نفسه يعني بيتحرك كده، لما انا ابص عليه وهو بيتحرك كده، هل انا بقى اجي بقى ايه ده؟ انت يا نهار ابيض، انت لازم تبقى، لازم انت تعمل رجلك بتعمل اكسترنال روتيشن وانت روتيشن. ماشي، انت محتاجه تعمل تبيا الانترنال روتيشن ازيد. انت لازم تزق بمشط رجلك، عشان انت لو ما زقتش بمشط رجلك، انت ايه ده؟ انت يا نهار ابيض، انت وانت نازل ف فايه ده؟ ايه ده؟ انت كوعك مش 90 درجه، فهديك دريل 90. فالحاجات دي بحس ان انت، يعني احنا ما ينفعش يعني، من الحاجات اللي انا بحبها قوي اللي هو احنا ما ينفعش نجيب كل الرياضيين اللي في العالم نحطهم في قالب
واحد كده ونقول لهم ونطلب منهم اسلوب موحد للجري، اللي هو ايه، لا 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 ايوه. كلكم هتمشوا كده. اسلوب موحد، ايوه. فاهم؟ اللي هو ايوه. انتوا كلكم في نفس البوكس، انت هتعمل كده ايوه. وانت هتعمل كده. طب ما انا كده هقتل حته الانستنكت، هو اتولد كده يعني. انت مثلا يونس عنده كام سنه دلوقتي ما شاء الله عليه؟ 3 سنين ونص. حلو. يونس كان ايوه. بيكرول، يعني كان بيعمل كرولينج اكيد، بعد كده بقى يمشي. صح. هل انت ككابتن عبد الرحمن معد بدني، هل اديته كيو، هل قلت له يلا بينا وانت بتجري اعمل كده، ولا هو اتعلم ولا ده بتكلم. صح صح صح. بالفطره؟ فهي بتخليه الحاجه الوحيده اللي انا عملتها ان انا سبته يجري، يعني ده يعني اللي هو بسيبه يجري على قد ما يقدر يعني. بس. امم. فالفكره كلها انت انت مثلا لو يعني اكيد بتلعب معاه، فبالنسبه لك جيمز او حاجات شبه كده تخليه يتحرك احلى، تخليه بيلعب معاك امم. انت. يعني طبعا احنا طبعا ما بنكبر طبعا يعني الجزء الثاني ان احنا بنفقد بنفيد. جزء بنكبر من ونفيد. لا وبنفقد جزء كبير من الموفمنت فاريبيليتي. بس فاحنا يعني احنا كالرياضيين ما ينفعش نحط لهم اسلوب، يعني نحطهم في بوكس واحد ونطلب منهم اسلوب موحد للجري، بس لازم نبقى قريبين من موديل معين بشكل معين. و... وبحس ان احنا الحاجه بتبقى قدامنا حقيقيه وسهله، بس احنا اللي بنصعبها زي ما انت قلت، بنحاول ان احنا نبقى نيرد اكتر، مع انك يعني سمبليفاي فعلا. يعني انت محتاج تسمبليفاي كل حاجه عشان الموضوع يبقى سهل عليك. وفعلا احنا مش محتاجين نروح بيوند حاجات كتيره قوي او نصعب الموضوع. الموضوع فعلا سهل، دريل بسيط، حاجه تسهل الدنيا. آه، انا بالنسبه لي نرجع لموضوع الديليد ني اكستنشن. من الحاجات اللي انا بحبها قوي في الديليد ني اكستنشن ان انا بحب اقعد الرياضي في سكوات بوزيشن واقول له اعمل ران، اجري، اجري قاعد سكوات، يس. ويبتدي يجري. بالنسبه له هو سب كونشسلي يبتدي يعمل الحركه دي، واقول له مثلا اعمل ده 100 متر مثلا ببيس بسبيد مثلا 75% ل 80%. صح، هيفضل رج... مركز عند ركبته مبنيه. رجله امم. هتبقى الجلوتس هتبقى اون فاير. رجله بص مش هيبقى قادر. اول حاجه عمل صح. الحركه دي، فالموضوع بقى يتلخص في سensation. يعني لو جينا بصينا على حد زي بوب هيز او الناس اللي هي، ما حدش اكيد، ما فيش مدرب واقف وراه عمال يديله في كيوز وعمال يقول له يلا ايه ده، ارفع ركبتك، زق مشط رجلك، يعني. بس اوكي، دلوقتي انا عايزين ندخل في السبرنت دريلز، امم. السكيبس انت عامل قلق انت بالحته دي. انا بتشتم دلوقتي على فكره وبتكره وبيبعت لي مسج، وعلى فكره ما عنديش مشكله في الموضوع ده خالص، عشان انا الحمد لله دايما وابدا انت عارف. انا يعني احنا مش بنحب ان انا مش بفولو ترند. الحمد لله انت كمان، انا عمري ما شفتك بتفولو ترند معين. يعني قعدنا فتره طلعنا كنا بنقعد نقول احسن 3 تمارين تعالى جدا، اعلى 3 تمارين ما هتزودوك يضرش. السرعه. ما بس يضرش. ما يضرش. ما اه. يضرش، بس اتس عارف اللي هو ايوه. ايه. يعني خلينا على ارض واقعيه. اه يعني سبرنت دريلز والسكابس والحاجات دي كلها، انا عشان ما يعني ايه، يعني احنا بنجيب العلم ده منين؟ احنا بنتعلم من ناس معينه، واحنا مش مخترعين العلم، عشان احنا عارفين ان في الاخر مفيش اكسبرتس. احنا بنتعلم من منتورز، بنبتدي نفلتر المنتورز دي بعد ما بنتعلم. آه فنرجع لما رجعنا للسبرنت دريلز، من الحاجات اللي تعتبر ان اي رياضي في العالم عملها، الايس كاب، البي سكابس، المارشز، كل الحاجات دي. بس مقارنة ان انا احطها في بلوك واقول ان هي بتطور لي سرعتي، انا عارف ان الموضوع ده عليه جدال كبير قوي. بس خلينا واقعيين، يعني انت شايف ايه؟ انت عارف طبعا رأيي في الموضوع ده، بس انا عايز اسمع رأيك انت، عشان انت برضو يعني انت شخص يعني برضو احب اسمعك. I'm curious انا عايز اقول صراحة حاجه. اسمع. قول لي. اختلفنا او اتفقنا في الموضوع ده. انا اول مره اقول لك المعلومه دي عامه، بس انا سعيد جدا وبحترم جدا اللي انت عامله. انت عملت حاله جديده في الاحمال. انا عارف، انا متابع الناس اللي بره، فانا عارف ان اللي انت بتقوله احنا ما اخترعتوش. انت مش اخترعت الكلام ده، مش شايف انهم ليه سكيبس مالهاش لازمه، ما جاتش كده يعني. فانا عارف ان احنا بننقل العلم. بس انا سعيد جدا، ربنا يبارك لك ويسلمك في الخير، ان اللي انت ربنا بتقوله ده يخليك. هو لايت ييرز اهيد اوف الناس. يعني احنا بنقول كلام او انت بتقول كلام، اللي انت حته الطريقه اللي انت بتفكر فيها دي، من كتر ما هي شاذه للبني ادمين، هي عملت رجلشه كده. ايه ده؟ هو يعني فهي هتخلي الناس بولارايزد. يا اما هحبك واقول انت ده انت استغفر الله العظيم، ده انت بتقول كلام مرسل.
يا اما انت هجاص ابن 60 في 70، يعني ما عشان انت بتقول حاجه جديده جدا على مسامع الناس، فطبيعي ان ده يحصل. يمكن انا وانت هتلاقينا متفقين في 90% من الامور، يمكن 95% كمان، لان اغلب الناس اللي بنسمع منها ونتعلم منها واحده. دي آه، حقيقة. في حته الايسكيبس دي، يعني انا هقول لك القول اللي انا شايف ان احنا مش هنختلف عليه خالص. لو انت فاكر انك تعمل شويه حاجات في مكانك بالراحه مش سريعه قوي هيخليك اسرع، فبنسبه كبيره ده مش هيحصل. التمارين دي بتزود لك ايه يا معلم؟ طب التمارين دي ملهاش لازمه؟ لا ليها لازمه. هل انا ليها بقول لك لازمة. تعملش الحاجات دي؟ مش بقول لك تعملش الحاجات دي، بقول لك اعملها. لو انت مبتدئ او لسه راجع من اصابه او انت حد مش سريع قوي، الحاجات دي تحفه، خليك فيه يعني اعملها تحفه. انت حد ده بنتكلم على حد يعني بنتكلم في ليفل عالي شويه. الحاجات دي فين في الدنيا؟ الحاجات دي بتحسن لك الريذم. يعني ايه جدا. ريذم او ايقاع؟ عشان انا كنت شايف الناس اللي بتعلم منهم، اللي بتتعلم اللي احنا بنتكلم نقول ده، كنت بقعد اقول ايه ريذم ريذم واحنا رقاصين يا عم، هو ايه كل شويه ريذم وانا اشتغل طبال؟ انا صدقا ما كنتش فاهم انت بتقول ايه بالريذم ده. بس لما انت بتشوف حد بيتحرك بريذم، هي الريتم ده بالنسبه لنا مش شيء، يعني مش السعي ان انت تتحرك هو سعي كده كده انك تتحرك بايقاع كويس. بس ليه انا عايز ده؟ انا عايزك تتحرك بايقاع كويس، معناها ان انت كفء في الحركه، عندك efficiency. يعني ايه efficiency؟ يعني انت مش بتهدر طاقه في اتجاهات غلط، او بتهدر طاقه في عضلات مش المفروض تشتغل هنا. يعني من الاخر انت المكنه بتاعتك، اي مهندس بيسمع اللي احنا بنقوله ده فاهم يعني ايه efficiency. efficiency يعني انا بقول لك المكنه دي efficient امتى؟ لما انا ابقى اطلع لها مثلا 10 كيلو قماش، تطلع تدخلها 10 كيلو قماش تطلع لي 9 كيلو ونص لبس. مفيش تهدير، مفيش هدر. مم. فلما انت مم. بتتحرك بريتم كويس، معناه انت بتهدرش طاقه، معناه انك عارف تستخدم اوتارك كويس، الالاستيك انرجي بتاعتك كويسه. معناها ان انت فاهم الحركه كويس، معناها ان انت نظيف، معناها ان انت الحركه دي بتعملها بنظافه، معناها انت وصلت لقدر من التمكن في التكنيك. معناها حاجات كتير قوي، بس دولت اهم من معاني يعني. فالتمارين بتاعت الاسكيبس والكلام ده بتعلمك الريزم، بتعلمك تمسك البيت. انا لما باجي اعلم الناس بقعد اعمل لهم مثلا اسكيب، وبقول لهم الحاجات دي فيها قدر من من التوحد كده. انت محتاج يعني ايه اللي هو، انا مم. هقعد اعمل واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. هتقعد تعمل دي فتره طويله، هتبقى احسن، هتبقى اسرع. لو انت يعني مشكلتك في الجري الايقاع، بس يعني الاي سكيبس ليها فوائد كتير. انا شايف ان هي اداه لا باس بها في التعليم، بس في النهايه لو انت بتجري بسب مم. ماكسيمال، انا شايف ان هي لازال هتدي لك نفس النتائج بتاعت الاي سكيبس. يعني ايه سب ماكسيمال؟ يعني بتجري 80% 70%، اللي هو جري سرعات متوسطه. ممكن ارجيو ان هو اهم من الاي سكيبس، ودي حاجه انا اول مره اقولها. بس يعني مم. شايف ان ده مش بقول لك ان هي غلط، بس بقول لك لو انت عايز تبقى اسرع في الجري فاجري. فمش شرط تجري 100%، اجري 100% واجري 70 و80% كمان، الاثنين دول مع بعض هيخلوك اسرع واحسن في الجري. ولا إيه يا شباب؟ انا انا صراحة مبسوط قوي. والله مبسوط إن انا مش العظيم. بشتمك. على فكرة دي حاجة، انت عارف طبعا احنا اتهاجمنا كتير قوي قوي. يعني يعني فاهم. عامة عادي يعني، دي حاجة عادية مش حاجة وحشة. حد يقول حاجه بح- جديده كده يعني. يعني انا ما بحبش، انا يعني مش هدفنا ان احنا نرضي الناس، هدفنا ان احنا نقول الحقيقة. آه ما فيش اكسبرتس يا عبد الرحمن، لازم نبقى عارفين ده. آه لما بتروح تقرا حاجة لحد بتبقى عارف ان ده واخدها من ده وده واخدها من ده، فالاكسبرتس نفسهم يعني we all know that. في حتة عجبتني قوي، وانت جبت وقلت ريذم ايه ريذم ايه ده، احنا رقاصين ولا ايه؟ عبد الرحمن يا جماعة كان بريك دانسر خطير. وعايز اقول لك انا، لو تعال اه، نتكلم، تعال نتكلم في حتة البريك دانسر او بريك دانسينج عامة بشكل عام. البريك دانسينج يعني انت لو جيت اتحركت مش رقصت، بس انت فعلا لو جيت بصيت على البريك دانسرز هتلاقيهم انت رميت بيستخدموا فعلا. المعلومه ومكمل عادي ها؟ انت رميت بيست... المعلومه ومكمل بتتكلم في ستايل بصراحه. كمل يا حبيبي اتفضل. لو جينا اتكلمنا على البريك دانسينج عامة بشكل عام،
يعني هتحس ان اللي بيلعبوا بريك دانس اصلا بيحركوا جسمهم وعندهم ريذم مرعب، بيعرف يستخدم الالاستيك انرجي ويتحرك وعنده ريذم مخيف. يعني انت عارف، لو حد مثلا بيلعب بريك دانس مثلا، ورحت عملت موفمنت مثلا، هنقول ان انت انت راجل، انت عبد الرحمن مثلا زمان كان بيلعب تايكوندو تقريبا، اوكي؟ صح. عبد الرحمن بقاله مم. سنين ما لعبش وبيشيل ويتس، وفجأة رجع تاني يعمل شوية بريك دانس كده. هنقول مثلا عبد الرحمن عمل شوية بريك دانسينج مثلا تمرينة النهارده لمدة ساعة، اتبسط من التمرينة، وبعد كده رجع يلعب تايكوندو، هتلاقي ان انت بقيت تتحرك اسرع قوي، بقيت سريع، بقيت اكسبلوزيف، بقيت عارف تستخدم الالاستيك انرجي بتاعتك. هنقول مثلا ان انت راجل بتلعب مثلا زانة مثلا، بتلعب برمح، هتلاقي نفسك بترمي احلى. انت تحس ان اللعيبه مثلا اللي بيلعبوا رمح دول، تحس ان هو عمره في حياته ما شال وزن، فاهم؟ يعني تحس ان هو هو ايه ده، ريلاكسي كويس، ايوه. ايه ده، ايه بس ده، yet so powerful، يعني هو باور عالي جدا. من يا اتس اوسم اوسم مان. ف معلش والله العظيم انا عايز اقول لك، انا طول اليوم بقعد مع ناس ما بتتكلمش غير انجليزي غصب عني يعني. ايوه. انت اكتر واحد بيتكلم انجلش من زمان، عايز اقول لك يعني. لا لا، ما الانستجرام كربجني. انا بقول كلمه انجليزي، لغه العرب يا عم الحاج، ايه اه، اقول لك ايه بقى؟ هقول الحرفوفه لك الحرفوفه يا العضد. عم انا بحب الاسلام وبحب العسل خلاص، مش وانا بره والله. نفسي. بس اللي هو هي مش هقول لك اللفافه الاخمصيه، انت مش عارف يعني ايه لفافه اخمصيه يعني، هي عامه ساعات الوضع، ساعات مش انجليزي، هي لاتيني. بس المهم يعني، تعال نرجع لمرجان، حته فالايس، الدانسرز دي. اه قول لي. استنى بس عشان رميتني، حطيتني في السبوت انت الحمد لله ربنا هداني يا جماعه، ده وانا صغير يعني. بس اللي هو ايه، لا لا، ده زمان قوي، هقول زمان قوي. حاجه هقول حاجه منصفه يعني. آه الدانسرز، انا كنت بحتك بالناس بتوع الهيب هوب. الهيب هوب ده اللي هو ايه؟ آه لا مش هقدر اشرح للناس، ارجع خطوات ولا حاجة. بس لا لا، المهم اشرح يعني، اشرح عادي، انا عايز اسمع. I'm الناس just بتاعت الهيب هوب curious. في حاجه اسمها مثلا آه بوبينج دانس، وفي حاجه اسمها، دي انواع من انواع البريك دانس والكلام ده. الناس دي عندها تحكم بكل عصعوصه وكل فايبرايه في كل عضلات في جسمها. الناس دي بتتحرك كويس بغباء. الناس دي بتفهم اي حاجه انت هتقولها حركيا بمنتهى يعني. في ناس مثلا تيجي تعلمه اعمل ديد ليفت، افرد ظهرك، اعمل كده، افرد ظهرك، ما تجيش مش عارف يعني. انت بتقول له معلومه هو مش عارف ينفذها. اي دانسر انت بتقول له بص انا عايزك تحرك، تعمل 10% كونتراكشن في عضلات الاريكتور سبين الشمال، جدع انه عارف يعني عضلات درج الشمال، هو عامل لك، هيجيب لك اللي انت عايزه. ليه؟ لان هو عنده حاجه اسمها موتور كنترول. هو بيعرف، عنده تحكم حركه جسمه، لان هو واعي بكل جسمه، لان هو محتاج يحرك كل عضله في ايقاع معين. فهم بيتحركوا كويس قوي، وهم ناس يعني عامه. هم في ناس بتاعت ريهاب للدانسرز بس، ده تخصص، وتخصص مش سهل، لان بيجي لك ناس يعني مش الناس اللي انت هتقابلها العاديه خالص، مش عم يعني، مش مستر احمد اللي اصابات شغال في بنك. جديده، اصابات جديده. اصابات جديده تماما، اصابات اوفر يوز في بص في حلقه الودن هنا. زي ايه فانت كده؟ بتلاقي حاجات. ممكن اقول ان كل حاجه ليها حاجتها. بس الدانسرز هتلاقي بقى يعني اصابه على الام ار اي هي، بس ميكانيزم الاصابه غريب. يعني مثلا في البوبينج مثلا، البوبينج ده اللي هو الناس اللي هي بتقعد تترعش كده. فهو في حاجه اللي هو حركه بتعمل كده، تعمل زي بتعمل الشيست كده، بتعملها في كل جسمك. زي الحاجات فيلم دي ستيب اب، يعني. زي فيلم ستيب اب كده. ايوه فيلم ستوب. البوبينج دول مثلا بيجي لهم اصابات غريبه عن الناس العاديه. بس احنا مش عايزين نتطرق اكتر من كده يعني، ربنا هدانا الحمد لله. الحمد لله. شكرا لا يا لا، كابتن انا عمرو ما على. لا، انا فاكر انا عايز اقول لك انت كنت بتتحرك. يعني انا مش قصدي حاجه اكيد طبعا انا يعني. الحمد لله، انا لحد الان عندي موتور كنترول يعني دي كويس حاجه على جدا. فكره مهمه، دي حاجه مهمه جدا، ودي على فكره الحمد لله. يعني as a human being احنا لازم نتحرك كده. مش نتحرك ان احنا نعمل بريك دانس بس، قصدي ان احنا لازم نبقى فاهمين ازاي بنتحرك. احنا مش انت يعني ان كنترول بجسمك، قادر بس تكنترول كل حاجه في جسمك. تحكم حركي. امم تعال نرجع للاسكيب. الاسكيب فعلا هي مش الاسكيبس مش وحشه، المارش مش وحشه. زي ما انت قلت احنا فعلا ممكن نستخدم بيها الرhythm.
نحس بالسنسيشن نفسه. ممكن مثلا ابتدي ان انا ادخل شويه رياكتيف تريننج سيستم زي اللي انت قلته بالظبط. تيرز مثلا، اللي هو حاجات معينه تخلي ان الرياضي يبقى عارف يحس بجسمه وهو بيلمس يعني ممكن نقول ايه، البودي ابارتس بتاعته، اجزاء جسمه وهو بينزلها، مثلا رجله وهو بينزلها على الارض. الحاجات دي هتفرق معاه كتير قوي. ومش لازم وانا بعمل سكيب اطلع كده، يعني مش لازم دراعي يطلع كده، عادي اتس اول اباوت ذا ريذم. فانا ممكن العب عادي. يعني انت مثلا عمرك شفت واحد بريك دانسر مثلا اللي هو بيستخدم الالاستيك انرجي؟ كويس قوي ان احنا جبنا المثال ده. هل هو مثلا بيطلع كده، ولا بيبتدي ان هو يعني عارف هم فلويديتي، اتس قادرين فلويديتي يس قادرين يرخوا نفسهم. انا بشوف دايما في بس. كل الكورسز مثلا اللي بدرسها الاقي مدرب جايب باك جراوند حديد، فهو قوي. ممكن يكون عنده باور كمان، يعني مثلا لو قلت له مثلا نط بينط عالي، لو قلت له مثلا اعمل كلين هيشيل وزن عالي. بس هو دايما كل حاجه بنسميها هاي ثريشولد، يعني كل حاجه يعملها بيجز على اسنانه فيها. ما عندوش الحته بتاعت الريلاكسيشن، مش عارف يريح، كل حاجه يعملها بجز دي. فتيجي تشوف في الاسكيب بقى، يا المنظر مؤذي للعين وهو بيتحرك. هو هيعمل 10 متر ويقعد يريح 10 دقايق بعدها. ليه؟ بيعرق. مش عشان هو بيعمل الحاجه بقدر كبير من التنشنه. اللعيبه الجامدين مش بيتنشنوا بهذا القدر. يعني على فكره لو بصيت على اللعيبه بتعمل 100 متر، الناس ممكن تشوف المعلومه دي، الناس تجري 100 متر تتوقع ان انا بجري؟ لا، مش مفيش جز. اللي يوسين بيجز بولت، يعني. أيوة. يوسين بولت شوفه وهو بيفنش بيبتسم، صح صح. والباقي جنبه عمال هتلاقي في منهم متعصبين على فكره. يعني انت بص عليه هتلاقيه بيضحك لك، ايه ده، ايه الاستفزاز ده؟ عارف اللي هو يعني. ففعلا هي فلويدتي، تحس ان انت هي يعني انت مش محتاج تطلع ايفورت كبير. هو مش ديد ليفت، هو مش سكوات. يعني عارف في ناس مثلا وهي بتعمل كرولينج هتلاقيهم مثلا، انا مثلا زمان كنا بنتعلم ان احنا نعمل كرولينج او بير كرول، اللي هو ايه، ما ينفعش اخش ولا يمين ولا شمال عشان يس انتاي ستيفنس. انتاي ايوه، اكستنشن تقريبا، انتاي اكستنشن اه. وانتاي روتيشن كمان ايوه انتاي انتي روتيشن، قصدي موفمنت. انتي روتيشن، انتي موفمنت. طب انا كرياضي بالنسبه لي، انا اصلا سبرنتر، او مثلا انا شخص بعمل دنك. هل بقى انا ماشي كوري ستابيليتي جميله، وعم ستيوارت ماجيل قاعد مع دكتور شيرلمان ولا مش فاكر اسمها ايه، وعملوا الموضوع واتكلموا عن الموضوع وده جميل قوي، بس هل كوري ستابيليتي؟ احنا هنفتح مواضيع كتير قوي كده which is not bad بنتفرع. actually. نتفرع ما بالنافيجيت هو كتير قوي. انت عشان تفهم، يعني عشان تفهم الحاجه، يعني ما هو في علوم اساسيه، انت عشان تفهم اللي احنا بنتكلم فيه محتاجه قدر. احنا بنحاول نبسط الحاجه على قد ما نقدر، بس يعني الناس دايما مثلا إحنا عندنا في الكورسز بتاعتنا بنشرح حته موتور ليرنينج وموتور كنترول والكلام ده كله. الناس بتقعد يعني الموضوع صعب، الموضوع امم صعب عليهم. الناس دايما بتقول لي لا الموضوع صعب، مش سهل، بعاني في المذاكره، مصطلحات صعب. انا اسف، هو كده يعني، هو هي كده، الحاجه. ده الحلو. العلم ده مش بهذا القدر من السهوله، يعني هو في قدر من الصعوبه. امم برضو لان هو فيه كتير نظري، هو مش اناتومي مثلا هقول لك دي اسمها بايسبس تعمل كده. لا، الموتور كنترول بيسمع في النظري بس عشان تبقى فاهم نظرياته، فهي نظريات صعبه شويه يعني. فاحنا ايوه. اسفين، بس هو العلم مش كله سهل يعني. على فكره احنا كلنا كنا في البوكس ده، يعني حته اللي هو بس ضغطنا على نفسنا لحد ما الموضوع بقى سلس وسهل. آه، ولقينا ناس يعني شاطره نتعلم منها برضو، يعني ما. صح. رايح على فين؟ ايه تابع مين؟ الجديد، ايه الجديد عند عبد الرحمن؟ أه بحاول. ده سؤال بره المنهج شويه. امم بحاول. ما خدناهوش في الكلاس. والله، والله العظيم هي الإجابة كليشيه، بس على قد ما هي كليشيه على قد ما هي حقيقية. الكليشيات بتشتغل، فأنا بحاول أرجع للبيسكس خالص، بحاول أرجع للبيسكس في الشغل يعني. أنا الفترة اللي مم. فاتت دي من كتر الزحمة، الحمد لله
كان المفروض اسيب التدريب، يعني من كتر ما الدنيا زحمه والبيزنس فيه متطلبات كتير ووقتي محدود، كان المفروض اسيب الشغل اللي بياخد مني اكبر وقت في اليوم، اللي هو شغلي في الجيم اللي انا شغال فيه. بس ما عملتش ده. بالعكس انا دلوقتي بحاول افضي الدنيا شويه عشان ارجع اركز في ده. لان انا كمدرب لسه مثلا، انا شايف ان انا مثلا محتاج 25 سنه خبره كمان عشان اقول ان انا بقيت مدرب، يعني مينيمم 20 سنه مثلا ولا حاجه، عشان اقول ان انا تمام كده. انا شفت حاجات كتير قوي في التدريب، فحاسس ان لسه، فمش قادر اسيب التدريب قوي. في البيزنس احنا راجعين للاساسيات بجد، يعني احنا الكورس اللي بنعمله مم. آه، بتاع السي ام اس يعتبر ليفل 2 للمدربين. فكرة ان كتير من المدرب احنا مش لاقيين عدد كافي من المدربين اللي بيكواليفاي ان هم يقعدوا يسمعوا المحاضرات او الكورس اللي بنعمله ده. يعني مش لاقيين ناس عندها علم كافي اصلا، يعني احنا هنا، فاحنا عايزين ناس تيجي هنا عشان نوصلها هنا. الناس بقى اللي احنا بنحاول نجيبها دي قليلين للاسف، مش كتير. فاحنا هنرجع هنعمل ان شاء الله حاجه تاني تحت، هنعلن عنها ان شاء الله خلال حبه صغيرين، تجيب الناس من هنا من الصفر لحد بقى ان شاء الله ليفل مناسب ان هم يبتدوا يفهموا. يعني لو انت بتسمع اللي احنا بنقوله ده حاسس ان هو مش مفهوم، ده معناه ده عادي، دي حاجه حلوه، يعني ما تزعلش او ما تتضايقش او ما، يعني تمام، طبيعي. ارجع بس، محتاج انك ترجع خطوه او اتنين ورا، تعرف شويه حاجات، شويه علوم اساسيه، تعرف باي ميكانكس كويس، تعرف نيورولوجي كويس، تعرف كوتشنج ساينس، تدرب تعمل اي، يعني لسه محتاجه شويه ايه، لف يعني. فبنحاول نعمل البيس، بنحاول نرجع للاساسيات، نحاول نعلم المدربين من الاول، لان احنا بدل ما نجيب حد نخرج مفاهيم غلط ونركب مفاهيم صح، طب احنا عايزين نبني حد بقى ايه، مدين له المفاهيم الصح من الاول يعني. مش عارف دي السؤال اللي انت سالته اصلا، مش عارف انا جاوبت انا ابتديت، انا ممكن عشان جعان شويه، حاسس ان الدنيا ابتدت آم، لا لا، بس اتفضل مش. انا عايز اعرف بس انت تقصد ايه هنا؟ ايه بيسكس بترجعها او مركز على ايه اكتر جزء في البيسكس؟ بايو ميكانكس يعني؟ ايه تقصد ايه يعني بالظبط؟ من حيث العلم احنا بنحاول، يعني الناس بتبقى جايه، في ناس بتدرس علم، في ناس بتدي علوم. يعني مثلا الاناتومي انا وانت مش هنختلف فيه، هنتكلم في الاناتومي انا وانت، وجبنا حد من المكسيك وجبنا حد من الهند، كلنا هنقول نفس الحاجه، لان هو مفيش اختلافات. يعني الشذوذ اللي فيه ملوش لازم، يعني مش ملوش لازم، يعني حاجات صغيره قوي. آه، احنا بنحاول ندي للناس مم. اكبر من العلم، احنا بنحاول نديهم الفلسفه، طريقه التفكير. فبنحاول نبدا من يعني مثلا الناس فاهمه البني ادم غلط، الناس مش فاهمه ان البني ادم ده كائن يتكيف، كائن يتكيف ده اكتر من البيئه اللي هو يعيش فيها. اللي انا بقوله ده كلام عبيط، الكلام العبيط ده هو سيستمنا في التفكير. مم. فاحنا بنحاول نخلق بيئه تخلي الانسان ده يتكيف فيبقى بني ادم احسن. البيئه دي عباره عن ان انا مثلا بوديه الجيم، فلما بيروح الجيم بيبقى اقوى جسمنا، احنا جسمنا بيبقى اقوى ليه اصلا لما بنروح الجيم؟ علشان انت حطيت عليه وزن تقيل، فهو مش عايز يعاني هذا القدر من المعاناه تاني، فبيخليك اقوى شويه عشان لما ترجع تشيل الوزن ده يبقى خفيف عليك. فاحنا مثلا دي فلسفه، دي طريقه تفكير، الناس مش عندها طريقه التفكير. فاحنا بنحاول نرجع الناس اللي هو ايه، ان هي تفهم الانسان على نظافه من الاول خالص. العلوم اساسيه عشان تبقى فاهم الكلام ده، بس في ناس عندها علم وما عندهاش الطريقه العلميه في التفكير. فاحنا بنحاول نركز على الجنب ده شويه. اوكي. فانت الفترة دي مركز اكتر على البيسكس، او عايز ترجعها بشكل انضف بكتير من اللي كان بيتعمل، ده اللي تقصده؟ كنا بناخد علوم، بس مش عارفين نفكر ازاي. يعني مش ما عارفين ما حدش قال لنا نعمل المنهجيه ايه. العلميه. عارف اللي هو نعمل ايه امتى؟ بمناسبة المنهجية العلمية او الميثودولوجي،
هل انت، عشان اعرف ان انت مش مع كده، بس هل انت مقتنع مثلا ان احنا لازم مثلا، انت خدت اكسس زمان، فهل انت مقتنع ان انا اخد اكسس واطبقه وبس؟ هل ده كافي؟ آه هل يعني، ولا انا محتاج اروح اتعلم من كذا حاجة؟ هل انا لازم امشي على حاجة زي ما قال الكتاب، ولا انا محتاج العب شوية يعني هل انا محتاج اهرب من التدريب؟ يعني عارف انت في ناس مثلا بتاخد اف ار سي، تلاقيهم كلهم قاعدين بيعملوا اف ار سي. مثلا الراجل بتاع فانكشن باترن، ايه ده يلا بينا، ايه ده هو ده اللي بيشغل الفاشية، فاهم؟ ايه ده يلا بينا مش عارف ايه. ولا انا لازم يبقى عندي ماي اون كرياتيفيتي؟ ما انا هبقى مدرب ازاي؟ انت شايف ايه؟ It's انا a good شايف question. انت المفروض تسالني على فكره، تقول لي ان ده سؤال حلو. الكرياتيفيتي ليها جزء انت مهم. المفروض تقول لي ان ده سؤال حلو على فكره. المفروض اقول عاش تعلمك. سؤال خطير، الله اكبر. اسالوا لي تاني، اسالوا لي تاني. ممكن لا حضرتك بص تسال انا، السؤال ده، ممكن حضرتك تسال السؤال ده تاني عشان ما سمعتوش. الكرياتيفيتي، امم اه في ديلي بس. الكرياتيفيتي مهمه، بس انا شايف ان جزء كبير من المدربين بيكريتوا قبل ما بيتعلموا. يعني انت محتاج تتعلم عادي، يعني اللي هو تعمل 4 في 10 وتعمل اللي المفروض يتعمل، وبعد كده تبتدي تكريت. يعني انك تبقى كريتيف دي مرحله متقدمه من التدريب. في مثل بيقول لك اللي هو ري انفنتنج ذا ويل، اعاده اختراع العجله. احنا اخترعنا العجله زمان، دلوقتي في ناس بتحاول تخترع العجله تاني، فاللي هو ممكن تروح تتعلم من الناس اللي اخترعت العجله اخترعوها ازاي، فتعمل عجلتك. انا فاكر لما احنا ما كنا مثلا عايزين ندرس او ناخد حاجه معينه، كنا فاكر لما انا جيت بنسرق. اه بنسرقها يعني. انا ربنا هقولها لك يعني. سامحنا، ف ربنا سامحنا، بطلت، تبت الحمد لله. انا برضو، ايوه. لا انا تمام يعني، انا سرقت كتير صراحه. تمام. لا انا سرقت كتير، انا سرقت كتير قوي يعني. ايوه. انا فاكر لما جيت لك في ساعه العقيقه بتاعت يونس، قلت لك انا ايوه. اشتريت انا اشتريت كورس مش عارف كذا كذا كذا، قلت لي ادم ده في واحد بعتهم لي امبارح. قلت لك ابعت ايوه لي الباقي يا عبد الرحمن. انا فاكر، فاكر. والله. فاللي عايز يتعلم لا. هيتعلم. اللي, وانت اللي اللهم عايز. بارك يا ادهم، عملت ده، ومن اسباب اللي بفضل الله خليتك في المكان اللي انت فيه، ان انت من ساعه واحنا في ساينس زمان بتروح تجيب البروجرام بتاع اسمه ايه، بات ديفيدسون، البروجرام بتاع اسمه ايه ده، فانكشنال باترن، تمشي على بروجرامز وتاخد كورسات. يعني انا عارف ان انت صارف اللي وراك واللي قدامك على الكورسات، فربنا والله يعوضك والله خير مديون. ويفيدك. والله البنك بيتصل بيا كل يوم والله. ايوه، في فلوس الكورسات. لا والله لا، اللهم بارك. الحمد لله دايما وابدا. يعني انا كنت بسرق كورسات فعلا، انا كنت بسرق كورسات عشان انا ما كانش، انا على فكره دلوقتي معيش فلوس برضو. بس انا كنت كنت بسرق كورسات وانا بس انا معيش بعمل فلوس فلوس. وبصرفها. زي ما كنتش بعمل اه فلوس. ايوه. يعني انا بحس ان ايوه. دايما يعني عارف انت لما بتروح تتعلم حاجه جديده، تحس ان انت بتتولد أمم. من جديد. في بني ادم اتولد من جديد، في بني ادم بيفكر بشكل جديد، في بني ادم بدأ يفلتر حاجات كان بيستخدمها. خلي بالك احنا في برضو عندنا مشكله كانت دايما موجوده. آه وهي انك انت بتجس. يعني ايه بتجس؟ يعني مثلا في ناس اكيد في الموفمنت اسسمنت مثلا بتبتدي ان هي تجس، هو مش عارف ده عنده ايه، ده هيب شيفت يمين ولا شمال، ايه ده عنده انترنال هنا اوحش وهنا احسن ولا ايه، في الهيب ايوه انترنال روتيشن هنا احسن ولا اوحش ولا لا، طب ده عنده عنده داك ووك هنا، عنده داك فيت. فانت بتجس. لكن بعد كذا صح. فتره بتلاقي نفسك في ديستراكشن، ايه مفيش ديستراكشن، انت مركز زي الحصان صح. كده. فاهم قصدي؟ فالحمد لله الانفستمنت ده يعني مفيش حاجه بتضيع. آه الحمد لله. كل ده بيرجع. احنا مشكلتنا بس بحس ان احنا ما اتعلمناش صح يعني. يعني انا بحس، انا فاكر اتكلمت معاك قبل كده، كان في حد من لعيبه الكوره المشهوره قوي، كنت بتبعت لي فيديو ليه. كان يعني بيتمرن مع حد، وانا قلت لك اللعيبه ما عندهاش وعي، يعني ايا كان هو بيلعب بشكل بروفيشنال فيرست تيم. فاكر الفيديو ده؟ مفيش. للاسف مش فاكر، بس انا عارف يعني. المهم ان هو كان فيديو إيه، لحسين الشحات يعني، كان فيديو لحسين الشحات. تمام.
المهم يعني حسين انا ماليش في الشحات بتاع الكوره يا الاهلي. جماعه، فانا مش متاكد مين حسين الشحات ده. انت اللي بعت المهم لي الفيديو ده، انت اللي بعت حسين الشحات بتاع الاهلي، ما علينا يعني. فانت كنت ماشي بعت لي فيديو وهو ماشي. كان بيتمرن مع حد، فانت قلت اه. لك العيب مش على المدرب، يعني العيب برضه مش العيب في اللعيب بالظبط، اللعيب المشكله في ان اللعيبه نفسها ما قابلوش حد شاطر. يعني مثلا لو انت جيت بصيت على صلاح مرموش لما جم طلعوا بره، تلاقي ان هم فعلا حياتهم اتحولت بسبب ان هو المينتاليتي بتاعتي مم. اتغيرت. صلاح مثلا كان ولا حد يعرف حاجه عنه في المقاولين، بعد كده راح لعب في بازل السويسري، بعد كده راح لعب في تشيلسي وما كان قاعد على الدكه. بعد تشيلسي راح لعب في اي سي، راح لعب في فيرنتينا، بعد كده اي سي روما. فما كان في اي سي روما مم. اتمرن مع دارسي نورمان، ده اللي الناس ما تعرفوش. دارسي نورمان واحد من الاس ان سي كوتشز اللي في العالم الجامده جدا، اللي طورت له سرعته وحسنته، فبقى فاهم يعني ايه اعداد بدني. لكن قبل كده ولا يعرف حاجه عن الاعداد البدني، بالنسبه له ده فتنس كوره، فتنس سباحه، فاهم؟ ده اللي انا عايز اتكلم فيه. مفهوم فاحنا مفهوم. الوعي لازم نخلي الناس عندها وعي ككوتشز، واحنا كذلك محتاجين وعي. وكمان انا ممكن اقول ان مشكله اللعيبه، انا بقالي اهو 8 سنين بدرب لعيبه، بدرب رياضيين. انا كنت فاكر ان مشكله الرياضيين بدني، ان هو مش فاهم. يعني انا دايما بشوف اللعيبه مهاريا كويسين، كنت فاكر ان مشكلتهم ان هم بدنيا واقعين. اللعيبه بدنيا واقع فعلا، بس مشكله اللعيبه الكبرى هنا، مشكله اللعيبه الكبرى ان هم ما عندهمش وعي. اتخاذ القرارات عندهم غلط. يعني مثلا اللعيب بيلعب في فرقه محترمه وفي درجه اولى وهيتصعد من الدرجه الثانيه في بوزيشن كويس، بس مش بينام الثمان ساعات بتوعه، ما بيسهر بياكلش. بالليل، بيروح لثلاث اربع مدربين وثلاث اربع دكاتره علاج طبيعي، فاكر ان هو يعني هي بالكتره، فاكر ان هو هيغرف تدريب هيبقى كويس. ما بياكلش كويس. بينام الثمان ساعات بس، بينام وهو ماسك الموبايل قبل ما ينام، فجوده النوم بتاعته وحشه، وعمال يحرق في نفسه، يتصاب فيلعب على الاصابه، ينزل قبل ما الاصابه تجهز عشان هو عايز يثبت نفسه ان هو سريع. المشكله وعي. المشكله مع الرياضيين انا شايف ان هي منتاليتي وحشه، فعلا منتاليتي وحشه. اللعيبه اغلبها مش عارفه تاخد القرارات الصح، مشتتين، بيتحججوا بحاجات. يعني كتير منهم حتى اللي هو ايه، اصل الدنيا واسطه، اصل الرياضات ماشيه بالكوسه. طب انت بتشتغل على نفسك بما يرضي الله؟ يعني انت بتلعب كوره مثلا، خلينا كوره عشان دي اكتر حاجه ده، انت بتلعب كوره، هل انت بتشتغل على المشاكل اللي عندك تكتيكال وتكنيكال؟ بتروح للمشاكل اللي عندك مثلا في البوزيشن، انت دارس البوزيشن بتاعك، انت عارف البوزيشن بتاعك المفروض يتعمل فيه ايه بالظبط في خطط المدربين المشهورين، والمدرب بتاعك بيستخدمك ازاي دي حته تانيه، بس انت عارف المفروض الرول بيتعمل فيه ايه، انت فاهم مهاري وخططي. طب انت بدنيا بتتمرن، اصل المدربين غاليين جدلا ان انت يعني في درجه ما بتاخدش فلوس لسه من الرياضه، المدربين غاليين. طب انت بتتمرن، شفت البروجرامز الاونلاين اللي موجوده تابعتها؟ طب انت سالت المدربين؟ طب انت عملت حاجه وقلت لحد طب عدل لي عليها؟ فالناس مش بتسعى ومستنيه نتائج اليت، مستنيه ان هو يبقى هاجي انتشلك كده اقول لك يا ادهم تعالى، انا قررت ان انت هتروح تلعب في برشلونه عشان انت شعرك اصفر. يعني هاخدك ليه؟ يعني اللي هو جدلا ان انت جامد، جدلا ان انت جامد وشايف ان الواسطه هي اللي منعاك. انت لو جامد بطريقه مستفزه، لو انت جامد قوي، الناس هتاخدك، العين هتبقى عليك. يعني انت اللي هو انت جامد في كل حاجه، وانت عارف الفرقه دي محتاجه ايه وناقصها ايه، وبتروح تقدم فيها. لو فرقه فاسده ولا اتنين فاسدين ولا ثلاثه فاسدين، في رابعه مش فاسده، اكيد في فرق، يعني اكيد في طريق، بس انت ما خبطتش طرق ما فيه الكفايه. مش بقول لك ان هي، مش بقول لك ان مفيش فساد، مش بقول لك الدنيا صعبه، بس فاهم هنتحاجج بالدنيا ولا هنشتغل، هنروح نعلم نفسنا ونثقف نفسنا وندور على مدرب محترم، وندور على فيزيوثيرابيست محترم، وندور على نيوتريشنست محترم، وندور على حد بتاع منتال محترم، ولا هنقضيها سبهلله فالناس محتاجه بس تبقى، هي هنا اكتر منتاليتي. ما هي هنا اكتر ما هي بدني. انا بتاع بدني كنت فاكر المشكله بدني، بس ما طلعتش، مش بدني بس، بدني هي بالشكل اللي انا فاكره يعني. هي كومبلكسه واحده، كومبلكسه كده داخله على بعضها. وفعلا لازم سعي جامد قوي. وفي لعيبه كتيره قوي من غيره، وعلى فكره في لعيبه عندها يعني كان عندها واسطه وما كملتش. صح. يعني الفكره كلها ان انت يعني يا عم هو جايب واسطه فهو مش جامد، هيتعور، هيأندر بس كده. بيرفورم.
بس كده يعني. يعني يعني فهي الواسطة تمام موجودة، وبقول لك إن هي حقيقية وحقيقية بغباء، بس يعني في لعيبه صبر يعني كتير اللي في، لا هو في بالظبط بالظبط. خليك جامد قوي، خليك جامد قوي فهتبقى تنزل ورا- مكان. فعلا يعني مثلا يعني وفعلا في كذا طريق بيطلعك الجبل، يعني انت بس هي مش سكه واحده، في كذا طريق. لو انت طالع جبل مثلا، فانت وانت طالع الجبل ده بيبقى انت بتبقى مش عارف الطريق ده هو اللي هيطلعني فوق ولا لا، لو الدنيا مش مرسومه يعني. فبتبتدي تطلع تخبط هنا، ايه ده انا مش عارف اطلع من هنا، فتنزل تاني تطلع طلعه تانية تلاقي الحته دي مقفوله، فتجرب تاني تنزل تطلع. فاهم؟ اخر مره وقعت من على الجبل في دهب، ما علينا. ايه. بز- بالظبط بالظبط. فعارف ايوه. الفكره تتلخص في كده، ان مفيش طريق واحد بيطلعك الجبل، لازم تخبط 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 لحد ما هتوصل لحاجه. طيب. فهي فعلا مش بدني بس، هي منتاليتي. واللعيبه فعلا اللي بتشتغل على نفسها في منتاليتي، هي اللي بتظهر وهي اللي بتطلع. على فكره سهل قوي ان انت تبقى قوي، سهل قوي ان انت تتمرن مع مدرب، بس المنتاليتي بتاعتك انك انت، انا هنام بدري الساعه كذا، انا هنام الساعه كذا وهصحى الساعه كذا. انا اللعيبه عندي الملتزمه اللي أنا شفتها في حياتي مش كتير على فكره، يعني انا عارف. بقول لك 8 سنين، انا عارف، انا في دماغي حافظ كل لعيب ملتزم أنا مرنته في حياتي. بيتعدوا على الصوابع اللعيبه عامه. اغلبها، اللعيبه مش ملتزمه فيه كفايه، دي المشكله يعني. هو لعيب آه، فهو كده لعبه، حلو العب اتبسط، بس انت عايز تبقى برو محتاج تبقى برو، برو. محتاج تبقى انت بروفيشنال قبل ما تتحط في الحته بتاعت البروفيشناليتي. محتاج تتعامل ان انت كده، ما هو انت مش هينفع تبقى صحيح. بروفيشنال وانت مش بتتعامل يعني. يعني حصل. انت ما ينفع، يعني انت ما ينفعش تمرن كمدرب مثلا، ما ينفعش المدرب يروح يمرن وهو اوريدي يعني مش عارف حاجه عن التدريب. ما انت لازم تدرس لازم يبقى كذلك جامد فيدرب. بس يس لازم يس. يبقى جامد فيدرب. اوكي. فنفس الفكره برضو الرياضي، انت لازم تبقى تتعامل كانك انا الرياضي اليت. طب ماشي، انت بتعمل ده، انت بتأدي ده، انت بتنام كويس، بتاكل كويس، متابع مع حد منتال كوتش. فكل دي يعني ممكن نقول تجميع انت محتاجها كحد حتى لو ما فيش فلوس انت ممكن تعمل باللي معاك. انا بشوف لعيبه بره في افريقيا ودول فقيره جدا بيعمل المستحيل، صح. بس تلاقيه جايب استيك، جايب كاوتش عربيه ورابطه، وعامل كانه يعني الكاوتش ده وزن ورابطه بيه، وعشان يعمل كانه عامل سليد بول. يعني انا هقول لك على مثال. انت ممكن يبقى عندك احتمالية انك تنجح جدا 100% كرياضي، بس عقليتك هي اللي مودياك في 60 داهية. انت ممكن يبقى عندك ده لعيبه كل كتير جدا. انت ممكن يبقى عندك كل حاجة حواليك توصلك للي انت عايزه. يعني ممكن تبقى مثلا، ممكن على فكرة في لعيبة كتيرة جدا بدون ذكر اسماء، في لعيبة كتيرة جدا هتلاقيه مثلا ايه بيروح يسافر بره ويلعب ويعمل كل حاجة. بيجازف ان هو يروح يلعب ماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا وماتش هنا، معاه فلوس حلوة، والاخر مش بيكمل. انا بحس برضه في جزء معاناه صراحه، عشان اكون معاناه يعني، بحس ان المعاناه هي اللي بتدرايف البني ادم، تحركك من مكانك. يعني زي ما مارك مانسون كان قال في كتاب بتاع فن اللامبالاه او سيبت الارت اوف نوت جيفنج، كان قايل بيقول يعني ان انت السعاده تتطلب معاناه، يعني انت لازم تعاني عشان توصل. فانت ممكن عادي، انا كل حاجه موجوده قدامي فانا مش هوصل لها، لكن انت في ناس فعلا في دول افريقيه ودول فقيره جدا بتتمنى ربع فرصه موجوده عندك، وهو بيعمل المستحيل صح وممكن يوصل في الاخر يعني. طيب صح صح. انا عايز اتكلم معاك في حاجه ليها علاقه بالريزيستنس. انت ايه رايك مم. الريزيستنس تريننج بالنسبه للعيبه؟ آه، عشان انت يعني شفتك كذا فيديو ليك طبعا كايزر ماشين، انا وانت عاشقين لكايزر ماشين من زمان. وشفتك يعني كنت بتمرن اللعيبه بتاعتك بتخليهم يعني واحد من التمارين الجميله قوي اللي بتحسن الريتيف فورس ديفلوبمنت، يعني كنت انت بتعلمهم ان هم يعملوا السكوات على الكايزر سكوات بس بشكل تدرجي، ان هم عارف الحركه اللي هي ايه، ينزل ويطلع، ينزل يطلع، اللي هي الحركه دي ايوه اصلا. فانا عايز افهم الحته دي قوي. كانه بيعمل بارشل سكوات بس بارشل بريذم، في ريذم قوي في الحركه. انا بحاول صح. اجيبها لك يعني. ف actually I really love this exercise، بحب قوي التمرين ده والطريقه دي. وانا عارف البرسنتج اكيد مش عاليه قوي، بس انا عايز اعرف كمان انت كنت بتعملها من السبليت ستانس احيانا.
يعني خلينا نقول ان انا مش معايا لعيب، مفيش حد معايا ما بيشيلش حديد، ايا كان شكل الحديد ده، او تمرين المقاومه ممكن نسميها كده. ما عنديش حد ما بيشيلش حديده او ما بيعملش مقاومه. حجم ده من التمرين قد ايه واختيار التمارين عامل ازاي هي اللقطه. يعني انا معايا لعيبه مثلا تمرين الحديد يمثل 30% بس من البروجرام، ومعايا لعيبه الحديد يمثل 70% من البروجرام. بس ال 30 و70 ده حسب احتياج الشخص. في ناس محتاجه حديد عادي. يعني انا كعبد الرحمن، انا بحتاج، انا لما ببقى ما عنديش طاقه اتمرن بروح اعمل سبيد واجيلتي، مش بروح اعمل حديد. انا كده، يعني انا كده، ده بالنسبه لي سهل. يعني ان انا اروح اعمل تنطيط واعمل سبيد والكلام ده كله، ده بالنسبه لي ممتع وبيستهلك مني طاقه اقل من ان انا اروح العب حديد. فانا محتاج اعمل ايه؟ محتاج استرجل اروح العب حديد بهذه البساطه. فانا هتبقى تمرينة عبد الرحمن 70% حديد 30% بلانمتريكس وسبيد، ده الاوبتيمال بالنسبه لي الفتره. بس اغلب اللعيبه او لعيبه كتير مش محتاج هذا القدر من الحديد. طب والحديد ده حديد تراديشنال؟ في حديد تراديشنال، في حديد 4 في 10 موجود، مفيش مشكله. بس في حديد تاني زي ما كان ادهم بيقول، اللي هو حاجات فيها قدر من السرعه، تمارين حديد بس في اوضاع معينه او بسرعات معينه. يعني مثلا التمرين اللي كنا بنعمله ده زي السكوات العادي، بس الفكره ان انا عايزك تقع وتطلع اسرع حاجه. فكره انك تقع وتطلع بسرعه بوزن، دي حاجه صعبه جدا جدا الاكسنتريك. جدا. الوزن طبعا يبقى طبعا. اصلا بقى دي اسمها eccentric RFD eccentric rate of force development. بتعلم جسمك ان هو في الحركه السلبيه يمتص الحركه ويطلعها بسرعه الناحيه التانيه في اسرع وقت. فدي مثلا هو يعتبر حديد فيه تقل، بس انا بعمل ايه بالتقل؟ يعني بعمل ايه بقى؟ بحرك الوزن ده بسرعه عامله ازاي؟ دي قصه تانيه تماما يعني. فالحديد مهم لكل الناس. لو انت بتعمل حديد بس، لو 100% من تمارينك حديد، ما تتوقعش طب انك هتحسن في رياضتك. فانت بودي بيلدر. هتشتغل معاك لمده 3 6 شهور لو انت اول مره تخش الجيم. اول 3 شهور او 6 شهور هتبقى جسمك، عشان اسمها نوب جينز، يعني اللي هو انت لسه مبتدئ، فانت جسمك بيتكيف، فبتبتدي يتكيف بشكل عام كده، يبتدي يبقى احسن، يفوق الدنيا. بعد كده يبتدي يتكيف في انه يبقى احسن في شيل اوزان تقيله ببطء. ما اعرفش ايه علاقه شيل اوزان تقيله ببطء بالباسكت او بالكوره او بالايا كان. الحاجات دي قدر منها مهم، وهي تعتبر اساس. يعني السرعه، يعني فيزيائيا كده، السرعه جزء منها فورس، فانت مظبوط. محتاج يكون عندك فورس او بتطلع قوه عاليه. بس في النهايه بتطلع القوه دي في وقت قد ايه؟ فانت محتاج تمرينتك تكون فيها انك تطلع قوه وبسرعه. ناقصنا في تمريننا ايه؟ في الغالب هو الجزء بتاع السرعه، انك تعمل تمارين بلانمتريكس، تعمل تمارين سبيد، تعمل تمارين حديد بسرعه. الحاجات دي هي اللي اغلب الناس مش بتعملها يعني. ولا بأس جميل جدا. بال4 في 10 لا 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 بمقدار لا لا، يعني في عادي. التمرين. عادي. عادي. آه. عنصر اللياقه البدنيه مهم. طبعا طبعا طبعا. عايزين عايز اتكلم معاك على ايه اكتر حاجه الرياضيين بيبقوا لما بييجوا يتمرنوا معاك بيبقوا متوقعين ان انت هتعمل لهم الحاجه دي؟ مش عارف، ممكن عشان الناس بتبقى جايه لي بتبقى عارفاني الحمد لله. فاغلب اللعيبه اللي جايه بتبقى عارفه انا مين، او هي جايه من حد من صحابها فهو صاحبهم ده اللي بيتمرن معايا بيبعت لهم الاكونت بتاعي فبقى عارف انا مين انا مين. فالناس بتبقى متوقعه يعني حاجه من الاثنين: يا اما متوقع ان انا اقعد اديله تمارين مرونه كتير قوي عشان انا بتكلم عن المرونه كتير، يا اما متوقع ان انا هعمل له تمارين شقيه روشه هو مش فاهمها. بس بقى يعني اغلب الناس بتبقى جايه صراحه الحمد لله، بتبقى جايه واثقه. وما باخدش ناس مش بتتراست البروسيس. يعني اللي هو انا بطمنك وبقول لك احنا قبل ما يبقى شخص، يعني ممكن يبقى جاي باكسبكتيشن. اول ما نعمل اسسمنت، اول حد يجي لي بنعمل له اسسمنت اول يوم. اول ما بنعمل اسسمنت ما يبقاش فيه توقعات بقى، احنا من رياليتي ميتس اكسبكتيشن. اقول له يا معلم انت عندك مرونه الحوض ناقصه 10 درجات في الانترنال روتيشن. انت سرعتك دلوقتي في ال 40 متر اكس. انت بنطلع ارقام ونطلع حاجات ونحط بلان اساسيه. لو هو جايب اصابه فاحنا هدفنا الاساسي دلوقتي ان احنا نودي الوجع، وهنشتغل على البرفورمانس بتاعنا، بس ايه، على استحياء كده لحد ما الوجع يروح تماما.
فيعني في مسكونسبشنز بتبقى جايه، بس يعني اللعيبه اللي بتتمرن معايا اغلبها educated. اللعيبه اللي بتجيلنا هي اللعيبه اللي بتدور على مدرب يحسنه، مش بيدور على مدرب. فهو بص عندك ليفلات، عندك لعيب بيلعب الرياضه وخلاص، بعد كده عندك لعيب بيلعب الرياضه عايز يعمل لها شويه فتنس، فبيدور على اي مدرب فتنس يمرنه. فبعد كده الناس بقى بتدور على الحاجه اللي ناقصه منها، وبتروح لحد هي واثقه فيه عشان يحسن لها الحاجه بتاعتها. فالحمد لله دي الناس اللي بتجيلي، فالحمد لله ما بيبقاش جايين دماغهم مش بتبقى بايظه قوي، يعني اغلبهم بتبقى دماغهم لا بأس بها يعني. الحمد لله. انا عايز اسالك على، هل اللعيبه بمناسبه ان انت بتاخد ارقام مثلا، في ان انت بتقيس لهم السبيد مثلا، سواء ايا كان يعني الفيديو اناليسيز، او ايا كان سبيد جيتس، او اي حاجه من الحاجات اللي بتقيس السبيد، هل انت شايف مهم. ان اللعيب السريع هو يعني يعني اللعيب السريع، هل من الارقام اللي موجوده على الورق، او ان هو رقمه كده فهو ده معناه ان هو اللعيب ده سريع؟ ولا بتتعامل مع ان الرياضي ده سريع ازاي؟ يعني امتى مثلا اما اجي اتفرج على لعيب مثلا في الملعب اقول اللعيب ده سريع، اللعيب ده بيعرف يتعامل، اللعيب ده he's so fast؟ انت شايف ايه من وجهة نظرك؟ هل اللعيبه على ارقام يعني موجوده على ورق، ولا ايه؟ بص، بالتأكيد أهم حاجة الرقم، بس في حاجات بتلقطها عينك، بتقول لك قبل ما تشوف الرقم إن اللعيب ده عامل إيه يعني. يعني اللعيب السريع عنده شوية كاركترستكس كده، شوية حاجات كده بتبان. آه، فباختلاف البني آدمين في شوية حاجات كده، بس لما بتلاقي باترن كده معين، في حاجات بتبين إن اللعيب ده لعيب سريع. يعني أنا لو فكرت مثلا في الناس اللي معايا، في أغلبهم عنده جلوتس كويس، أغلبهم قوي بوزن جسمه، يعني يعرف يتحكم بوزن جسمه كويس، مش بالضرورة قوي أوزان، بس هو على يعني يعرف يتحكم بجسمه كويس قوي، مش بيستراجل وهو بيتحرك بجسمه. أغلبهم عنده مرونة مش وحشة، مش هقول مرونة كويسة، مش بالضرورة، ما لقيتش ده. يعني المرونة مش بتمشي علاقة طردية برضو مع السرعة، بس يعني في قدر يعني. وبلاقي ان هم عندهم كوردينيشن كويس. غالبا لعيب مهاري قوي، مش عارف ليه، يعني اللعيبه السريعه غالبا لعيبه مهاريه، مش عارف، ده اللي بلاقيه. I ممكن really يكون love ده it. مش ده انا الدارج بس. انا انا الحته دي عجبتني قوي قوي. معلش بس انا اقف هنا. مم. حته ان اغلب اللعيبه السريعه لعيبه مهريه، عشان هنقول ان هنرجع للحته دي تاني، بس انا عايز اقول ان لتعريف السبيد تعريفات كتيره قوي. انت من وجهه نظرك كحد اس ان سي كوتش، معد بدني، اشتغلت مع رياضيين بقالك 8 سنين وعندك اكسبيرينس ما شاء الله عليك، فانا عايز اعرف انت شايف ايه تعريفك للسبيد بشكل عام، بشكل مبسط. انت من وجهة نظرك ايه؟ مش لازم تبقى حاجة بروباجندا او اسم كبير قوي، بس انت مفيش اسم معين او مفيش ديفينيشن معين للسبيد، بس انت من وجهة نظرك اكيد ليك تعريف، واكيد نظرتك زي ما انت بتقول مختلفة. فقول لي انت تعريفك ايه، اللي بالنسبة لك ايه تعريف السبيد؟ يعني هي تعريفها الرسمي، السرعه الانتقاليه، سرعتك في الانتقال من نقطه الف لب. سواء دي نقطة دايركت أو نقطة، يعني سواء أنت السرعة خطية إنك تجري لقدام، أو سريع في تغيير الاتجاهات. في ناس سريعة بس مش سريعة في الجري. بمعنى، يعني مم. في ناس سريعة في النط، في ناس يعني أنا كعبد الرحمن الحمد لله مش بطيء، بنط كويس وبعمل حاجات فيها باور كويس، بس أنا مش بعمل سبرنتنج كتير، فمهارة الجري نفسها أنا مش جامد فيها. يعني كجري كمهارة أنا مش خطير في السبرنتنج. بس أنا جامد في حاجات تانية. يعني أنا الحمد لله اللعيبة مثلا اللي علوا على رقم الجامب بتاعي مثلا، اللي أنا مرنتهم، ممكن أقول اتنين اللي في دماغي دلوقتي طول حياتي اللي جابوا رقم أعلى مني في الجامبنج. ممكن تلاتة بس. فانا نسبيا سريع في الحاجات دي، في تغيير الاتجاهات كويس، بس انا في السرعه الخطيه مش اجمد حاجه. فهي الجري برضه في حد ذاته مهاره، بعيدا عن السرعه، هو جميل. سكيل، جميل. حركه الناس بتتمرن عليها يعني. طيب مش عارف ده دلوقتي انا الاجابه عايز، ولا دي actually it's شاذنا not شويه. it's not. انا لا، يعني مفيش اجابه صح يا عبد الرحمن.
مفيش اجابه اه. صح، مفيش ديفينيشن واحد للسبيد. يعني لو انت جيت امم. بصيت على اي حد بيعرف السبيد هتلاقيه بيعرف من البرسبكتيف بتاعه. انت النهارده بتتكلم من البرسبكتيف بتاعك، بتسمع حد من البرسبكتيف بتاعه، ولازم تحترمه وتقدره. عشان المدرب اللي في افريقيا مرن لعيبه بشكل معين، اللي مرن راجبي مرن اللعيبه عن السبيد بشكل معين. مثلا لو جينا، انت مرنت مثلا رياضات ايه؟ كوره. اغلب الرياضات اللي في مصر انت مرنتها. اغلب فبالنسبه لك الرياضات اغلب مرنتها الرياضات، الحمد لله. فانت بالنسبه لك انت تعريف السبيد عامل ازاي؟ ممكن حد يعرف السبيد ان هي كايوس، ان هي يعني مثلا ممكن نقول ان هي حاجه غير متوقعه. انت مثلا قلت دلوقتي من شويه، قلت ان السبيد بالنسبه لي هي مش لازم اكون، ممكن اكون التيك اوف بتاعي سريع، بسيب الارض اسرع، صح؟ انت اللي ده قلته. فاللي انا عايز اقوله، انت برضو شايف ايه من وجهة نظرك؟ عشان حضرتك ما جاوبتش على الاجابه، او ما يعني انت يعني مش عايزين ننافيجيت طبعا عشان احنا بننافيجيت كتير. فانا قصدي انت شايف ايه من وجهة نظرك تعريف السرعه؟ يعني السرعه دي عباره عن ايه بالنسبه لك؟ لما بتشوف مثلا لعيب في الماتش بيتحرك بشكل معين، هل ده بيبقى معناه ان اللعيب ده لو عملت له اسسمنت او فيديو اناليسيس هل هيبقى اللعيب ده سريع، ولا مواقف مثلا يعني؟ ما هي دي بقى احنا بنتكلم على اي نوع من انواع السرعه. ده يمكن يعني يمكن الفرق دلوقتي ان احنا بس انا مكسر السرعه لكذا نوع. يعني احنا مكسرين السرعه لسرعه خبطيه ولا سرعه غير خبطيه مالتي دايركشنال. فيمكن دي اللقطه يعني. فبالنسبه لي لو مالتي دايركشنال السرعه دي حاجات كتير زي اللي احنا قلنا في الاول، الاجيليتي، الجهاز العصبي والشاسيه يسمح بده. بس ما عنديش صراحه اجابه مختلفه عن اللي احنا قلناه. يمكن هي حته ان انا مصنف الحاجه كذا نوع من السبيد. ده اللي مخلي الحاجه ما زوم اوت عنديش معايا، ديفينيشن اخر يعني. زوم اوت معايا. اه. انت دلوقتي اتفرجت تعالى. على، حط في راسك ثلاث رياضات مختلفين. امم. الثلاث رياضات المختلفين دول، هو رياضة جماعية ورياضة فردية، ورياضة مثلا مختلفة عن الرياضة الجماعية التانية بس رياضة جماعية برضو. هنقول مثلا باسكت امم. ورugby، اوكي. وهنقول مثلا الرياضة الثالثة مثلا اتلتكس، مثلا العاب قوة. انت بالنسبة لك الثلاث رياضات دي من عبد الرحمن من البرسبكتيف بتاعه، انت شايف الثلاث رياضات دول كل سبيد فيها مختلفه فور شور. حلو جدا. فانت تحس انت عايز تعرفها ازاي؟ لا انت قول لنا بقى. انا حاسس ان مش انت عندك عارف. اجابه اشقى. انا عايز اسمع اشقى من اللي منك. انا. لا لا لا، يعني ما أنا عشان كده لا. بقول لك، ما هو التعريف مش واحد. انا بحاول ازوم اوت معاك عشان عايز اطلع منك الاجابه بالعافيه. انت عارف الاجابه، انت عارف الاجابه، بس هي الفكره كلها انت عايز تشوفها بعينك اكتر. فانا بحاول ازوم اوت معاك. فاهم قصدي؟ يعني لو جيت سالت اي مدرب في العالم، سبيد كوتش او اس ان سي كوتش، وقلت له ايه هو السبيد بالنسبه لك الديفينيشن، تلاقيه بيجاوب عليك بشكل مختلف. يعني انت مثلا قلت بالنسبه لي في الاجيلتي، فده معناه ان الاجيلتي احنا جبنا سيره الميرور او ال1 في 1. فانت مثلا في ال1 في 1 بالنسبه لك انت بتحاول ان هي لايك ايه، اوتو فور مثلا. انت بالنسبه لك ممكن يبقى ده الديفينيشن. ممكن حد بالنسبه له هو حاجه غير متوقعه. فانت جاوبت اوريدي بس بشكل مش مباشر، بس لكن انت اوريدي جاوبت الاجابه. فهمت قصدي؟ الحمد لله. بس انا دوختك شويه في الاخر. ايوه. عامه انا لا سعيد لا جدا. تمام. انا انا تمام. انا انا سعيد جدا من البودكاست دي، وانت شرفتني وانا جدا والله والله العظيم. العظيم. وانا صراحه يعني دي مش اخر مره، وهنطلع تاني باذن ان الله. شاء الله ان شاء الله. باذن الله. نحل وانا المشاكل التقنيه. نحل المشاكل التقنيه. لا مؤاخذه يا جماعه. لا مؤاخذه يا جماعه. نحل اللي دي اتش دي. ناخد ادويه بقى. ناخد ادويه بقى لازم ونسيب الناس في حالها. لازم. بس خلي بالك لا برضو انا يعني كنت سعيد والله. الناس الجامده برضو خلي بالك، يعني مايكل فيليبس عنده اي دي اتش دي. يعني اهو. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله دايما. فانا مبسوط قوي من صراحه الحلقه دي، استمتعت بشكل مرعب، غير ان انا وانت طبعا يعني اخوات واكتر من اخوات. فاحنا كنا بنتكلم بتلقائتنا، ده حقيقي وانا فعلا. سعيد قوي، وان شاء الله الناس تكون كلها استمتعت. وانا عارف حلقه طويله قوي، بس يعني يا رب. فيها معلومات حلوه حاسس ان جدا. هي طولت شويه عن الناس. اخر حاجه دلوقتي عايز اسالك اتمنى سؤال. الناس تكون استفادت ان شاء الله. يا رب. اخر سؤال عايز اساله لك. انت شخص معروف ما شاء الله عليك على السوشيال ميديا عامه عن الاعداد البدني والتاهيل. فلو الحمد حد لله. عايز يوصل لك
تحب تقول له ايه؟ حد عايز يوصل لك، حد عايز يتمرن معاك، حد عايز يدرس الكورسز بتاعتك، تحب تقول له ايه؟ هحاول اخلي الموضوع مش لا لا لا، you can go. هنديلك هنديلك كل الاهتمام وكل الطاقة اللي هنقدر عليها. يعني ده أهم حاجة، هنحاول نشتغل بضمير. لأن هي حتى أنا مقتنع إن أنت لو مش أشطر حد في الدنيا بس أنت ضميرك عالي، أحسن من أشطر حد في الدنيا بس ضميره مش عالي. فإن شاء الله بنشتغل، بنعمل كل حاجة بحب وبقلب، وبنعملها بضمير. ماشي، فلو عايزين نوصل لك نعمل ايه؟ يعني هم لو عايزين يوصلوا لك يعملوا ايه؟ نحط لهم بقى لينك في الديسكربشن بقى، أنت متعب بقى ما تتعبش الناس وراك عشان الناس ما تتابعهمش. انا ماشي، اكتب اوكي. كوتش عبد الرحمن بس، او movement.science.academy. هتلاقي الاكونت بتاعي والاكونت بتاع الاكاديمي، سواء انت كوتش او لعيب. جميل جدا، شكرا عبد الرحمن جدا على البودكاست دي، وشرفتني والله العظيم. اخي ادهم، حبيبي، ثانك يو حبيبي، شكرا ثانك يو. لكم يا ابني. شكرا ليك يا حبيبي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.